ما ندخلوش مسؤولية الجامعة. هناك أخطاء ارتكبت في كأس أفريقيا يصير من باب العيب بدل لك ساعتين ونص على الماتش تجي تعمل ديكلاراسيون باري كي تبدا ثم حاجة ونحس اللي كونه ملاعب يعملها نمشي له ديريكت ونحكي معاه. لازم العباد يكونوا تعرف يا ولدي قاعدين ننظفوا في جمعيه، يا ولدي راهو ورثه، كان نتكلموا يقولوا ينشر في القصيد، يا ولدي رانا فدينا، والله فديت والله يا كلمة جرأة ابتذلت نوعا ما. احنا نتمنى في تونس كل مرة على استاد الانجليز، معناها الجمهور قريب للتيران وما يقولوليش راهو اي بلاتيني وبكن باور ريني وفرنسا والمانيا من غير ما خذاو لي ديبلوم. سمح لي بطل العالم مشاهدينا الكرام الملولي بطل العالم من 1500 سنة. السلام عليكم، مشكورين على الدعوة هذه وشرفني كثير أني نكون بحدكم هنا. جول. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ضيفنا اليوم هو رئيس النادي الرياضي الصفاقسي السيد لطفي عبد الناظر، اللي في اكثر من مناسبه بطبيعه حاولنا انه يكون ضيفنا. نعرف اللي عوده برنامج جول رجعت بالوجوه الرياضيه الكبيره بالضيوف اللي اسسوا المشهد الرياضي، وعوده لطفي عبد الناظر الى رئاسه النادي الرياضي الصفاقسي يعتبر حدث في ذاته. نذكروا السيد لطفي عبد الناظر كان ترأس النادي الصفاقسي في مواسم فارطه، نذكروا سنه 98 وتألق النادي الصفاقسي على المستوى الافريقي، البطوله العربيه كذلك كاول نادي تونسي يحرز على بطوله عربيه للانديه البطله. يعني ثم تاريخ مع الرجل هذا على مستوى النادي الصفاقسي، عمل نقله للفريق، ثم بطبيعه بعد جاوا خيان اخرين وواصلوا رئاسه النادي الصفاقسي الى حد هالموسم هذا اللي عرف عوده السيد لطفي عبد الناظر. السيد لطفي عبد الناظر كان باش يكون ضيفنا في الحقيقه في الحصتين اسبوعين او ثلاثه التالي اذا كان مانيش غلط، لكن لظروف طارئه ظروف صحيه بالدرجه الاولى تغيب علينا، وهو اليوم نكونوا في الموعد من اجل هالحصه هذه اللي من البدايه نوجه الدعوه لكل المستمعين وخاصه احباء السياسه اللي يتابعوا فينا من خلال الموقع الرسمي للنادي الصفاقسي www.css.org.tn، ايضا من خلال الصور الموجوده على الموقع نتاعنا www.jorafm.net، وايضا من خلال النقل بالفيديو للحصه تنجموا تتبعوا كل كبيره وصغيره في الحصه هذه. في الحصه ايضا فما كادو ينتظر فيكم 10 تذاكر لدخول مباراه تونس والسيراليون غدوه، سهل برشا. ابعثوا لنا SMS على 87 96 96 تكتبوا فيه جي كيما جول، وفي اخر الحصه نختاروا شكون باش يفوز بالتذاكر هذه. نبدا مع زوز اخبار. خبر اول، منير بوقديده هو مدرب مساعد في النجم الساحلي للمدرب المنذر الكبير. خبر يعني رسمي، ومنير بوقديده اليوم كان حاضر في التمارين رفقة رئيس النجم الرياضي الساحلي السيد رضا شرف الدين، وعنده حاليا قاعده مع رئيس النادي باش يتم تقريب كل الجزئيات تاع الخطه الجديده، نرجعوا باكثر تفاصيل الخطه هذه. وايضا وقع السحب برنامج الرابطه الاولى والرابطه الثانيه. هاو نعطيكم الجوله الاولى في كل مجموعه، ثم بعد نتلقوا في الحصه مع ضيفنا. في المجموعه الاولى فيها الترجي النادي البنزرتي النادي الافريقي الاولمبي البلجي الشبيبه ترجي جرجيسي مستقبل مرسى. الجوله الاولى النادي الافريقي يستقبل النادي البنزرتي، مستقبل مرسى اولمبيك الكيف، اولمبيك بيجا الترجي، وترجي جرجيسي الشبيبه القيروانيه. هذه هي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه ما نجمش نعطيكم في الحقيقه كل الجولات تلقاوها مع الموقع نتاعنا. المجموعة الثانية فيها النجم النادي الصفاقسي، الملعب التونسي، قوافل القفصة، نادي حمام، فملح حمامسوس، اتحاد المنستيري، والملعب القرش. الجولة الأولى الملعب التونسي ملح حمامسوس، اتحاد المنستيري النادي الصفاقسي، لقاء كبير. النجم الساحلي نادي حملانف، والملعب القابسي قوافل القفصة. ما دام احنا ضيوف رئيس النادي الصفاقسي، الجولة الثانية باش تحمل قمة الجولة هذه بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في صفاقس. مالا خلينا بالطبيعه نبداو في حصتنا ونرحبوا بالسيد لطفي عبد الناظر في حصه جول. سي لطفي مرحبا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل الساده المستمعين جوهر اف. اللي كنت باش تكون ضيفنا في الحقيقه اسبوعين التالي هكا ولا سي لطفي؟ والله نعتذر للمستمعين الكل ولإدارة البرنامج هذا وكل المشرفين على البرنامج، لأن ظروف صحية قاهرة خلتني تغيرت عليكم. وفي الحقيقة
اللي جابني اليوم واللي اصريت اني نكون موجود معاكم هو الاسم الكبير لهالبرنامج والصدى الطيب اللي موجود في برامج جوهرة فام فيما يخص العمل اللي تقوموا به، هو يعني إنارة الرأي العام الرياضي ومتابعة كل الرياضيين. ولذا سامحوني ما كنتش معاكم، لكن إن شاء الله اليوم على الأقل نعوضوه. اكيد نعوضوه سي لطفي، واكيد ايضا جمهور نادي صفاقسي اللي اليوم عندنا معلومات انه استقبل المدرب كرول استقبال كبير وكانت اجواء كبيره في مركب النادي الصفاقسي، واعتقد انه الجمهور النادي الصفاقسي يعني سنة داخل بطموحات كبيره بعودتك انت وباستقدام كذلك المدرب هذايا، فاعتقد انا وصلت لك الاجوان، واليوم كانت الحصه التدريبيه رائعه جدا واستقبال كبير من جماهير النادي الصفاقسي. والله ان شاء الله انا عودتي معناتها للنادي الصفاقسي هو والمجموعه اللي معايا اللي هم اعضاء كل الهيئه اللي يكونوا معناتها مشرفين على حظوظ النادي بالنسبه للمواسم القادمه. ما عندنا هدف واحد هو اسعاد هالجماهير هذه وترجيع الروح فيها، وكما نقولوا هيزينا من كد نحبوا نرجعوا للاجواء الرياضيه، وان شاء الله الاجواء الرياضيه تساهم شويه باش تفرهد شويه على الناس وتنحي لهم شويه تشنج الاعصاب والمشاكل والحاجات اللي هي السلبيه اللي يمكن بعض احيانا ترافقهم. لكن ان شاء الله بدينا والبدايه طيبه معناتها بقدوم مدرب من الحجم هذا للنادي الصفاقسي، نعتبره كما قال هو وصرح به انه بجاي يكتب اسمه في تاريخ النادي الصفاقسي معناتها. وقلت للاعبين نفس الشيء بالنسبه لنهار اللي قدمت لهم المدرب هذا، مدرب من الحجم هذا معناتها ماهوش ديما قاعدين يجوا لتونس مدربين كما هكا، وحرصنا باش يكون الانتداب هذا باش يعطي اضافه كبيره وباش يسجل معناتها تاريخ النادي ان شاء الله. القدوم نتاع مدرب كما هذا والعمل معاه في زوز مواسم ان شاء الله، ولما لا تتواصل ان شاء الله اذا كان ان شاء الله النتائج كما تعرف في الكره اذا تبمب الكره وتمشي معناتها اذا النتائج مشات معانا، ولما لا باش تكون ان شاء الله مواصله حتى معاه واجواء اخرى ان شاء الله تكون بالنتيجه الفعليه والحصول على الالقاب والمراتب اللي تشرف النادي وترضي جماهير النادي باذن الله. سي لطفي يعني قدوم المدرب صحيح مدرب عنده سي في كبير، ولكن قدومه زاد رافقه برشا تساؤلات وبرشا اراء فنيه. البعض يقول انه مش وقته قدوم المدرب هذا، باعتبار انه النادي الصفاقسي يعني عنده مدرب كان يدرب عمل نتائج. النادي الصفاقسي يعني في مرحله نتاع تكوين شبان، نتاع مرحله نتاع فريق جديد، اثبت الفريق هذايا في نهايه الموسم الفارط انه فريق عائد بقوه. ربما قدوم المدرب هذايا ترى انت باش يكمل العمل، ما تخافش ربما اللي كما قلت تو ما تبمبيش الكره، ربما تولي في الهيئه في موقف محرج نوعا ما، باعتبار انه وكانه عملت ايقاف لنجاح ولتجربه جديده محفوفه ما نقولوش مخاطر مش نحكيو، اما نقولوا محفوفه ببعض التساؤلات. هو الحقيقه القرار كان صعيب، لكن لابد من المسؤول انه ياخذ مسؤوليته باش يكون رئيس نادي او هيئه مديره. لابد في الاخير ديما القرار لازم يكون معناتها فما توافق عليه، لكن خاصه انه رئيس نادي والنائب نتاعو وحتى رئيس الفرع لابد يكونوا هما تقريبا اللي يتحملوا المسؤوليه هذه في النهايه، لازم قرار يتخذ. انا نعتقد ان بالعكس معناتها النادي الصفاقسي عدى تجربه حلوه برشا مع سي نبيل كوكي. نبيل كوكي خدم خدمه باهيه معناتها، ونعتقد انه اعطى اضافه للنادي. كما تعرفوا زاد النتائج ما كانتش كما في انتظارات جمهور النادي واحباء النادي، لان مش معقول باش يكون خروج النادي معناتها من الدور 16 بالنسبه للكاس افريقيا، اول مره معناتها نخرجوا من الدور هذا. لكن بالعمل اللي قام به الكوكي وبالعمل زاد نتاع الهيئه اللي وفرت زاد جميع ظروف النجاح، نتصور ان الكوكي بشويه بشويه معناتها فما ملاعبيه اللي قحمهم، خاصه بداو تقريبا مع لوكا وزاد هو بيدو اعطاهم فرصتهم وكون معناتها مجموعه طيبه. العمل معناتها الثاني وقت اللي خدينا احنا اللجنه المؤقته حكينا معاه المدرب وقلنا له فرصه بالنسبه لنا، لان ما عندناش علاش نلعبوا احنا المرتبه الثالثه او الرابعه
او حتى الخامسه تخول ديما اللعب البطوله الافريقيه والبطوله العربيه، ولذا احنا بالنسبه لنا عندنا لاعبين شبان ماذا بينا زاد يبرزوا ويظهروا. وكان هو متجاوب، وكانت في الحقيقه معناتها يعني يعمل مع مجموعه طيبه وعندهم يعني جو كبير معاه ومتشبثين بالعمل نتاعو. لكن هذا العمل كما تعرف بالنسبه لاي مدرب بالنسبه ليه عنده عمل يقوم به، لكن زاد فما اهداف نتاع النادي ماهوش يكون يجيب مدرب الا باش يدربك هو، معناتها لابد ان نوصل للاهداف نتاعنا، ولابد النادي اذا كان اليوم توفر له جميع ظروف النجاح لابد انه زاد يوصل بالنادي الى طموحات الجماهير والى الاهداف نتاع الهيئه المديره. وذاك علاش قلنا يمكن التغيير حبينا يكون بطريقه اخرى، حبينا نواصلوا لكن بشروط احنا شفناها اللي هي تعطي اكثر نجاح بالنسبه للعمل للمدرب هذا مع المجموعه اللي عنده. الكوكي رفض المقترح هذا، ولكن احنا في الاخير يعني تخلينا على الكوكي وجبنا مدرب معناتها بالحجم هذا، مدرب اختياره ما كان زاد من باب الصدفه، لان فما لجنه فنيه حكيت معاه وفما يعني اهداف النادي والوضعيه نتاع النادي في الفتره هذه، وشكون اللاعبين اللي نجموا معناتها يطلعوا وشنو امكانياتهم وكذا. وفكرنا الكل معناتها نتصور ان مدرب كيما هذا عمل في افريقيا، عمل في دوله عربيه اللي هي مصر، تحصل على القاب، لاعب كبير في نادي معروف، مدرسه من المدارس الكبيره في العالم اللي هي المدرسه نتاع اجاكس امستردام يعني هولنديه، واللي تعتبر من ديما ترتيبها من العشر الاوائل في العالم كفريق وطني. شفنا هذا الكل معناتها نتصوروا انه باش يكتب تاريخه في النادي الصفاقسي ان شاء الله اذا كان كيما قلنا مشات الكره معانا، لكن ما نتصورش ان مش ندخلوا في مغامره او يعني باللي باش يعطي المردود نتاعو، باللي باش تكون مستحيل باش يعطي مردود اقل من الكوكي، لان الكوكي مدرب ناجح ومدرب صاعد ونشجعه مواهبنا ومدربينا، لكن التجربه عندها قيمتها، ومدرب كيما هذا عنده العديد يظهر لي من الحلول اللي هي تجم تعطي الشبان كما شبان النادي اللي هما معناتها محتاجين للعمل هذا. الكوكي يمكن كانت تساعد الظروف وكان الفريق كان حاضر اكثر وكان عنده تجربه اكثر، معناتها ما عندهم مزيد يعطيهم، لان لاعبين يبداوا هما بيدهم متكونين وعندهم 10 سنوات في الفريق الاول او 8 وكذا، هذوما لاعبين بعض منه عنده 6 اشهر والبعض منه عنده شهر، ولذا فما فتره نتاع تكوين لابد يمروا بها، وحسينا هذا الحقيقه معناتها في الحصص التدريبيه الاولى. شفنا اللي حتى اللاعبين نفسهم اليوم ما تعرف نتخبى شيء ولاعبين يحكيوا، حسينا اللي اللاعبين نفسهم معناتها قاعدين يشوفوا اللي المدرب هذا حقيقه باش يكون له دور كبير في باش يتعداوا مرحله اخرى بالنسبه لمستواهم الفني ومستواهم في ادائهم وفي مستقبلهم ان شاء الله الكروي باذن الله. هل حقا سي لطفي طريقه ربما التخلي على بالكوكي كانت بذكاء بالظفرين؟ ثم البعض يقول لي المدير هي اللي دفعت المدرب هذا للتخلي، باعتبار انه وقت المدرب جيت انت تفرض عليه مدرب مساعد، وانت تجيب له معد بدني، وانت تجيب له يعني مدرب حراس، وتوفر له وتقول له هاو الفريق اللي باش تخدم فيه. اعتقد انه مش موجود هذا، لانه عاده المدرب الاول هو اللي يختار الفريق نتاعو. والله هذا ما تقال بالطبيعه في الكواليس وما صحيح. ما انت برشا ناس يقولوا كلام هذا واقع عن الكلام هذا، ويمكن فما شويه صحيح منه في بعض الاشياء، لان احنا بصراحه اخترنا باش نكونوا معناتها حريصين ان ما تعرف الفرق ما بين رئيس نادي عنده تجربه ورجع اليوم للتسيير، هو اهم شيء انه واكثر شيء استفاده من تجربته، ومن باش ما يعاودش نفس الاغلاط. وهذا يمكن انا من الاغلاط اللي نتصور نفسي انا عملتها في الماضي، هي اني خليت المدرب يختار اللي يحب عليه، منهم واحد جايب لي واحد من يوغوسلافيا ومدرب حراس من يوغوسلافيا، ومعناتها ولات لي كلها فاميليا كامله غادي. ومره زاد كيف من فرنسا نفس الشيء، جايب لي زوز من الناس معاه، وولات لي كاينهم في ولاد حومه معناتها يخدموا مع بعضهم. يعني بصراحة معناتها الأغلاط هذه أنا واحد من الناس ما عادش نجم نوقع فيها،
وهذاك علاش يمكن الاختيار أن لابد يكون ابن من أبناء النادي معناتها موجود. ما اخترناش إنسان نكر، اخترنا مدرب عنده خبرة كبيرة اللي هو السي محمد الدو، عنده 10 سنوات يدرب في فريق سعودي، كما قلنا درب في أصناف الشبان. وفي الحقيقة بكل صدق نحكي معاك معناتها كذا، احنا مشينا من الأول التوجه نتاعنا والرأي نتاع الناس الكل ونتاع اللجنة اللي اجتمعت أن باش تمشي في تغيير المدرب الكوكي، نظرا اللي يقول لك الكوكي مثلا اعطاه كل ما عنده، اليوم يلزمنا حلول اخرى. وشفنا اللي الفريق ساعات يسكروا عليه من اليسار ويسكروا عليه من كذا، ما يلقاش حلول ويقعد يتخبط ويعني وخسر المباريات كانت في متناوله، لان الكوتشينج والتجربه عندها قيمتها. هذا ما يقولوه الفنيين وكذا. انا ما عندي بالعكس معناتها من عمري ما نشكك في نبيل كوكي في مقدرته، لان انا بالنسبه لي من المدربين الناجحين اللي باش يكونوا في مستقبل المدربين، والدليل انه خذا جمعيه كبيره. هذا كلام اللي قال معناتها من بعض فنيين ومن بعض كذا. انا كنت اكثر واحد مدافع عليه، لاني نمن بالقدرات التونسيه، نمن بالمدرب التونسي، نمن باللغه اللي لازمها تتحكى مع اللاعب التونسي، لانه يفهم عقليته ويفهم وضعيته ويفهم المردود نتاعه ويفهم شنو حياته اللي يعيشها اليوميه. وكنت ماشي في عمليه التواصل بكل صراحه مع نبيل كوكي، لكن بشروط اللي هي شروط كما قلت لك، انه اضافه عنصر مهم جدا بالنسبه لنا وهام جدا، انه يكون عنده زاد رايه باش ينجم يقول الراي المخالف للكوكي، ونجم يقول له لا هذه راي غلطه، ولا نجم يقول راي التمارين هذه ماهيش هكا، راه ماذا بينا نعمل هكا، ويعطي هو بيده حلول، لانه المدرب في وقت من الاوقات حاجته بالحلول. اعطيناه يعني اضافه. رفضها، هو عنده حاجات في مخه واحنا عندنا حاجات في مخنا، ربي يعلم تقريبا في القلوب. لا واضح. بعد البيب سي لطفي باش نرجعوا لعودتك، لازمنا نرجعوا بالعوده نتاع سي لطفي عبد الناظر بعد السنوات الاولى او سنوات التالق خلينا نقولوا. هل هي عوده كسرت القاعده ولا؟ لانه في النادي الصفاقسي عاده الرئيس وكانه رئيس نتاع دوله، يعني يعمل مده النيابه نتاعو ويمشي على روحه وينضم الى لجنه الدعم. ما شفناش العوده لبعض الرؤساء، ربما معك انت ومع سي مصطفى السلامي صارت. نرجع نحكي في الموضوع هذا بعد البيب. نرجع لبرنامج جول مع تجديد تحيه لكل المستمعين نتاعنا. ضيفنا هو رئيس النادي الصفاقسي السيد لطفي عبد الناظر. تحيه كذلك لحباء السي اس اس اللي يتابعوا فينا من خلال موقع سي اس اس، ايضا www.css.org.tn، وايضا من خلال موقع جوهره www.jawrafm.net. كذلك لايف ستريمينج قاعدين تنجموا تتفرجوا في الحصه وتابعوا كل ما قاعد يصير في حصه جول. نذكر بسحب قرعة الرابطة الأولى والرابطة الثانية بكري شوية، واعطيناكم الجولة الأولى في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، وهو نذكر بهم كان حبيتوا اللي خلطوا علينا توا ربما ياخذوا فكرة. في المجموعة الأولى اللي فيها المجموعة الثانية فيها النجم الساحلي، النادي الصفاقسي، الملعب التونسي، قوافل القفصة، نادي حمنمف، أمل الحمامسوس، الاتحاد المنستيري والملعب الجابسي. الجولة الأولى الملعب التونسي، أمل الحمامسوس، الاتحاد المنستيري، النادي الصفاقسي، النجم الساحلي، نادي حمنمف، الملعب الجابسي، قوافل القفصة. بينما في المجموعة الأولى اللي فيها الترجي، النادي البنزرتي، النادي الأفريقي، أولمبيك باجة، الشباب القيروانية، ترجي الجيس ومستقبل مرسى. الجولة الأولى النادي الأفريقي يستقبل النادي البنزرتي، مستقبل مرسى أولمبيك الكاف، الأولمبي الباجي، ترجي الرياضي، وترجي جرجيس الشباب القيروانية. ونذكر كذلك بانتداب اللاعب السابق للنجم الساحلي منير بوقديدة في خطة مدرب مساعد إلى جانب المدرب المنذر الكبير. تو نحاولوا من بعد نعطيكم التفاصيل نتاع الانتداب هذا. نرجع للسيد لطفي عبد الناظر، وسؤالي سيد لطفي كان حول تكسير القاعده. النادي الصفاقسي ذولي سترني الراي انه عندكم عاده انه الرئيس اللي يشد النادي الصفاقسي مباشره بعد يلتحق بلجنه الدعم، وما شفناش ربما عوده رئيس من الرؤساء باستثنائك انت وسيد مصطفى السلام. لا والله في الحقيقة معناتها في تاريخ النادي فما سي عبد العزيز بن عبد الله تقريبا رجع 3 مرات، فما سي توفيق الزحاف الله يرحمه كان رئيس النادي الصفاقسي زاد كيف رجع اكثر من مره. ما يظل قديمه شويه بعد ما جات لجنه الدعم. واخيرا كان رجوع سي مصطفى السلامي بعد ما عدى فتره ورجع للفتره الثانيه. لكن انا يمكن كنت من اول ما نقحت القانون الاساسي بالنسبه للنادي الصفاقسي، وخليت انه الرئيس ما نجمش يكون رئيس اكثر من 3 موندا.
يعمل الماندا اللي هو فيها ودو ماندا اخرين ويلزم يخرج يرتاح ويعاود يرجع يلزم. ويعني بالنسبه لي انا يمكن رجوعي للنادي الصفاقسي كما تعرفوا، فما اول شيء انا ما بعدتش على النادي الصفاقسي لان العديد من الناس يقول لك لجنه الدعم، كنت رئيس لجنه الدعم معناتها وبعد رئيس لجنه الحكماء، والعمل متواصل الا بعد ما جاءت الثوره المباركه معناتها بعدين وقع تغيير في القانون الاساسي وحذف لجنه الحكماء والاكتفاء الا بلجنه الدعم، ولذا قعدت عضو في لجنه الدعم. واليوم كما تعرفوا جات ظروف اللي سي منصف السلام يعطيه الصحه على كل العمل اللي قام به هو والهيئه نتاعو، قاموا بعمل كبير وجاء في ظروف صعيبه واعطى للنادي الصفاقسي اضافه كبيره، لكن حب يتخلى على المنصب هذايا وعلى الرئاسه نظرا لظروفه الصحيه ونظرا لظروفه العائليه، فكانت ما فماش ترشحات كما تعرفوا معناتها وعزوف كبير على صحيح. المسؤوليه هذه لان مسؤوليه صعيبه، لان النوادي كلها تتشكى من قلة الموارد، تتشكى من الظروف نتاع دون حضور جمهور، تتشكى من العديد من الحاجات اللي احنا اليوم ان شاء الله الحصه هذه ما نحبوهاش بالنكد، نحبوها حصه ما فيهاش مفكيين، فيها خيرات وفيها اجواء طيبه، ونحبوا الاجواء الطيبه ان شاء الله. الامور هذه كلها بفضل تضافر جهود المسؤولين الكل ان شاء الله نخرجوا منها. وعلى راسنا معناتها على راس الجامعه فما انسان اللي هو سي جري معناتها انسان تنجم تقول عنده زاد تجربه ويحب يعطي للكره. فما ناس عندهم برنامج جايين برنامج، فما وزير نتاع الشباب والرياضه انسان معناتها يلعب كوره ويفهم الكوره وعنده معناتها فكر على كل ما قاعد يوقع معناتها كل شيء الا الاحتراف، ولذا هذا اكثر انسان اليوم ينجم يعطي للكوره وينجم يدفع ويعطي دعم للكوره بالقوانين وبالدفع معناتها في النوادي باش تتالق وباش تكون معناتها ان شاء الله مشاركتنا الاولمبيه تكون فيها اكثر ميداليات، لان العمل باش لازم يبدا من اليوم اذا ما بداش من امس. لكن بالنسبه للنادي الصفاقسي والرجوع نتاعي كما قلت لكم معناتها فما يعني ضغط ادبي ومعنوي من العديد من الرؤساء القدامى كلهم تقريبا اصروا انه المرحله هذه مرحله صعيبه ولابد من انسان عنده حنكه وينجم يجي اليوم ويعطي التجربه نتاعو ويعطي دفع للنادي، لان ظروف النادي ظروف صعيبه كما قلت لكم. لكن ان شاء الله والاحباء اللي نشكرهم واللي كانوا متواجدين كما شفتوهم في الجلسه العامه والعديد من الناس وكل الاحباء النادي والغيورين على هالفريق الكبير انه معناتها اصروا على عوده لطفي عبد الناظر، وانا استجبت كما شفتوا في اخر يوم تقريبا من الترشحات انا ومجموعه من خيره المسيرين ومن الناس اللي غيورين على النادي ويحبوا يعطيوا للنادي. ان شاء الله العمل هذا نقوموا به باش نفرحوا جمعيتنا، باش نفرحوا انصارنا، باش نعطيوا اضافه للفريق ونعطيوا اضافه للفريق الوطني باذن الله. هو جمهور السياسي سي لطفي عنده عباره شهيره جمهورك حاضر يا عبد الناظر، هذه اكيد تخليك عندك احساس خاص، لانه شفناه حتى في الجلسه العامه الانتخابيه وقع ترديد العباره هذه. والله ان شاء الله، لان تعرف هي مسؤوليه اكثر، معناتها يزيدوا يحملوني مسؤوليه اكبر، وانا كي نشوفهم هكا ما عندكش فكره قداش تاثر بك الناس اللي تخرج فيها من قلبهم معناتها وتحس بهم انهم جاهزين وانهم ثقه في المسيرين وثقه في الهيئه، وان شاء الله نكونوا في حسن ظنهم، وان شاء الله نكونوا في المستوى باش نفرحوهم باش ديما يغنيوها ويعيطوا عبد الناظر جمهورك حاضر، وان شاء الله نروحوا بالالقاب اللي كما فزنا عام 98 باول كاس افريقيه ودخلنا في ملحمه جديده، والنادي معناتها خرج من المحلي ومن كذا الى العالمي الى الافريقي ان شاء الله، وبعد العربي، وان شاء الله العالمي لما لا في المرحله القادمه تضافر جهود الناس كلنا ان شاء الله نعملوا جو باهي ان شاء الله. سي لطفي باش نرجع بيك بعد البيب باش نرجع بيك على التخلي على رئيس النادي الصفاقسي سنه 2002. يعني يمكن تو نجموا نحكيو في برشا اسباب قبل، يمكن كانت قبل الثوره كانت نعرفوا حاجات وما نجموش نحكيوها، نعرفوا حديث ولكن ما نجموش نصدقوه. تو ربما نجموا نعرفوا التخلي هذا ربما يرافقوا برشا حاجات سنه 2002. خلينا بعد البيب نرجع لكم، اكيد باش يكون معنا زاد ضيفنا بعد شويه رئيس سابق للجامعه التونسيه لكره القدم، خاصه مادامنا في التاريخ ومادامنا في الفتره هذيك. لطفي عبد الناظر اللي ما يتذكرش وما يعرفش انه كان في اللجنه اللي كانت تسعى لاستضافه تونس لكاس العالم 2010، وكان وقتها مشروع طموح، وكان برنامج حاولنا انه كدوله
اول دوله عربيه نحتضنوا هالكاس هذايا. باش نرجعوا بالطبيعه هذايا بعد البي. وما نذكر اللي في انتظاركم 10 تذاكر لدخول غدوه مباراه تونس والسيراليون باش يشجعوا المنتخب على الفوز والترشح على نهايه كاس افريقيا الامم بجنوب افريقيا 2012. فقط تكتبوا جي كيما جول، تبعثوا على 87 96 96 مع التحيه للمسؤولين على الجامعه، السيد رئيس الجامعه السي وديع الجاري كنت تشكر فيه انت، وايضا سي شهاب بالخيريه اللي وفروا لنا هالتذاكر هذه. ما نرجعوا بعد بيب. عودة لبرنامج جول وضيفنا رئيس النادي الصفاقسي السيد لطفي عبد الناظر. سي لطفي قلت نرجع بك شويه للتاريخ قبل ما نحكيو على تخليك، على ظروف تخليك على النادي الرياضي الصفاقسي سنه 2002. سنه 98 كنت تلقت تجربه حلوه معك انت مع النادي الصفاقسي، فوز بالكاس افريقيا ثم بعدها البطوله العربيه، وبعدها جاء مشروع التفكير في انه تونس تحتضن كأس عالمية، وكان هذا سنة يعني 2010 هو المطلب، ولكن سبقته سنوات للأعداد وللدخول في برنامج. كان تتذكر كي تتذكر الفترة هذيك؟ والله شو نتذكر معناتها بالفعل معناتها فما عمل كبير في كل وقت قمنا به. الناس كله كان على رأس الجامعة رجل أعطى للكرة في تونس الكثير، وأعطى للنادي الأفريقي الكثير، وإنسان معناتها شرف تونس. وكانت عندي تجربة حلوة برشا مع سي حمودة بن عمار اللي كان رئيس الجامعة في ذلك الوقت، وكنا معناتها في لجنة باش نحضروا في قيام معناتها بملف وتقديم ملف تونس بالنسبة للتنظيم كأس العالم مع ليبيا. وعملنا معناتها مجموعة كاملة، وكانوا أعضاء المكتب الجامعي زاد اللي كانوا مع سي حمودة بن عمار معناتها ناس حقيقة وطنيين وعملوا خدمة كبيرة. وكانت فرصة بالنسبة لتونس باش ورات شو اللي عندها من إنجازات في كل المجالات الصحية وفي يعني البنية التحتية والتنظيم والأمن والعديد من الأشياء. وفي الحقيقة عندي ذكريات ممتازة جدا، وفي خاصة في الكلمة اللي ألقاها سي حمودة بن عمار في الفيفا وشفت في زوريخ، وشفت سي حمودة بن عمار والقدر اللي عنده والاسم اللي عنده والهيبة اللي معناتها أعطاها لتونس في المحفل هذاك وحضوره معناتها بك الحجم هذاك، والاشاعات الاجتماعات اللي عملناها غادي في التحضير مع ليبيا نشوفوا الكلمه نتاع سي حموده شو يقول وش يعطي، ونشوفوا ناس اخرين من دول اخرى منظمه، وشفنا تبارك الله عليه معناتها كيفاش يتقن اللغه معناتها الفرنسيه والانجليزيه، ويعني وحقيقه كانت مفخر لتونس بصراحه. روحت انا بيدي معناتها بانطباعات ممتازه عمري ما ننساها، وعمري ما ننسى الراجل هذاك ايش عطاه لتونس، لان شفنا بالنسبه كفتره رئاسته في الجامعه هو والمجموعه اللي معاه بالنسبه للتنظيم، بالنسبه للبنيه التحتيه، المشروع اللي عمله معناتها للجامعه والمقر، معناتها اشياء عديده. واحسن تتويج زاد حتى بالكوره بالنسبه للحصول على اول كاس افريقيه معناتها بالنسبه للفريق الوطني، والعديد من المباريات الوديه والدوليه اللي معناتها كبرى بالفعل معناتها، وتشوف معناتها تنظيم ومواصله وعمل واحترام واشياء كبيره ياسر. وللانديه رجعت الهيبه نتاع البطوله، ورجعت معناتها الكره بك الحماس، وما عادش مازلنا في اخر مباراه تقريبا باش نعرفوا البطل. وتمنيت أني كنت موجود رئيس النادي الصفاقسي في عهد سي حمودة بن عمار، لأن حقيقة شرف كبير باش يكون لي أنا إذا كان يكون رئيس نادي سي حمودة رئيس جامعة في هذاك الوقت هذاك. احنا استحشنا نشوفوا سي حمودة بن عمار هذاك، علاش أنت تحكي عليه وقمنا بالاتصال وهو معنا في المباشر الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم السيد حمودة بن عمار. سي حمودة مرحبا بك. مرحبا بك، عايشك، بارك الله فيك. شنو شعورك وانت تسمع الحديث هذايا من السيد لطفي عبد الناظر؟ والله ما نستغربش من السي لطفي ونفس الشيء معناه الذكريات نتاعك، التحضير نتاع تونس اللي باش تحتضن كاس العالم، كان خدمنا خدمه كبيره، وسي لطفي كان من الناس معنا الحاضرين معنا اللي جرى معنا ومشينا جميع لليبيا ومشينا جميع لزوريخ
وفي تونس قبلنا وفد الفيفا، وفي تلك الوقت قعدت ذكريات طيبة ياسر، وكان أعطينا صورة طيبة من بلادنا، على خاطر فريق كامل معناها عامل خدمنا اليد في اليد وحاولنا نعطيو أحسن صورة من بلادنا، خاطر هذاك اللي نحبوا نوريو وجه بلادنا الحقيقية اللي هي تونس، بلاد ثقافة وبلاد رياضة وبلاد حضارة. هذه الفكرة اللي حبينا نعطيوها بالبلاد. مترسي حمود اللي الجيل نتاع الرؤساء والجيل نتاع المسؤولين اللي خدموا الرياضه على غرارك انت بالطبيعه وعلى غرار سي لطفي وعلى غرار عده شخصيات اخرى، السيد عثمان الجنيح وربما شريف بلامين الله يرحمه ايضا، واسماء اخرى يمكن يسامحوني اذا كان نسيت بعض الاسماء. يعني الجيل هذايا كان يخدم برغبه وبطموح وبمحبه، اللي ولا مش موجود توا سي حموده. يعني توا فريق يعني يبقى لشهور وهو يبحث على رئيس، يبحث على مسؤول، يعني الظروف تبدلت بكل. صحيح الظروف تبدلت، ولكن انا ما نتصورش الاشخاص بدلت، وكان الوضع اصعب. فما حاجه المال ولا عنده دور كبير في الرياضه، وممكن يصعب معناتها ماموريه بعض اخوان اللي يحبوا. وايضا فما تكامل، كنا قبل في الرياضه كانت عائله رياضيه معناها. انا بديت كلاعب ومن بعد كمسير في كره يد، وبعد امين مال، وثم نائب رئيس ورئيس، معناتها مشوار كامل باش واحد يتكون ويكون مقبول من العائله الكل وينجم يتعامل. وهذا يلزم الناس معناتها جايين من الرياضه واللي عطاو الرياضه واللي خدموا الرياضه. ممكن اليوم فما ناس معناتها يخلطوا ما فيش يحبوا على خاطر الرياضه معناها اللي ياخذ نادي واللي ممكن في الصداره واللي كذا، وما زالوا ناقصين شويه خبره، ولكن ان شاء الله بالوقت انا متاكد اللي عندنا الكفاءات اللي في تونس اللي تنجم معناتها تعاودنا وتعمل خير منا مش ان شاء الله. سي لطفي خليك في حوار اذا كان استحشت السيد حموده بن عمار، ولكن نعرف انكم تتكلموا بالتليفون على مواجهه الاثير ما تصيرش برشا دي. والله حبيت نحيي سي حموده، والشيء مفاجاه باش يكون معنا اليوم في اللقاء هذايا في البرنامج. لكن سي حموده كالعاده معناتها ديما تبارك الله عليه متواضع، وديما معناتها اخلاق عاليه، وديما حاضر، وان شاء الله ديما العائله الرياضيه سي حموده تكون ملتفه وراء رياضتنا، وان شاا الله التجربه اللي عندك والتجربه اللي عندنا الناس الكل نسخروها لرياضتنا، ونكونوا معناتها قراب من الوزاره ومن كذا، باش ان شاء الله الناس اللي كيفك اللي عندهم خبره كبيره وتجربه يكون ديما معناتها قراب من رياضتنا، ويعطيو نصايحهم ويدعموا معناتها الاصلاحات اللي لازم تصير في رياضتنا. انا على الذمه على كل حال، ونتمنى لك يا سي لطفي انت نجم نقول كصديق وكرياضي وكمسؤول، نتمنى لك النجاح والتألق في العمل نتاعي. نعرف ماهوش عمل سهل. صحيح، وخاصة في الظروف هذه كما تعرف سي حموده اللي وجبت اليوم الرياضة ولات فيها مش كما الفترات اللي عديناها الأولى، فلوس كبيرة ياسر وملاعبية بالمليارات وما عاد فاهمين شيء. صحيح. وكنا في تحكي قبيلة على الفريق الوطني، معناها كنا كي ننظموا مقابلة في رادس نكونوا عندنا 50-60 ألف متفرج، معناتها المداخيل فوق $1,000,000 دينار في كل مقابلة معناتها. اليوم نلعبوا بلا جمهور، وصعيب برشا، صعيب على الجمعيات وصعيب على النوادي وصعيب على يجي ان شاء الله الجمهور بتاعنا يرجع شيء فشيء، وترجع الاجواء معناها الرياضيه، ترجع في الملاعب الاجواء، معناها واحد ماشي للملعب باش ينبسط، باش يبدا فرحان، باش يبدا مع فريقه نهار رابح ونهار خاسر، ولكن هذا اللي نتمناه في الكره التونسيه. سي لطفي سي حموده قبل ما تغادرنا، هو مجرد اقتراح يمكن من اعلامي، علاش ما يكونش موجود نادي للمسؤولين السابقين، نادي للرؤساء السابقين، نادي اللي يجمع هالشخصيات الرياضيه هذه كما سيادتك وغيرهم، ربما تكونوا في نادي وتستفاد منكم كرة القدم التونسية.
تسمع فينا سي حموده؟ باهي اذا كان نجموا نرجعوا. باهي نرجعوا للمباشر. سي حموده ربما غادرنا وان شاء الله امنيه هذه تتحقق، علاش لا. نرجع لك سي لطفي. قلت سنه 2002 رافقها تخلي على رئيس نادي صفاقسي اكثر من سؤال. ثم البعض يقول ربما حدث الخلاف مع رئيس الترجي الرياضي التونسي السابق السيد سليم شيبو في الوقت هذاك. ربما التنافس بينكم وبين الترجي دخلت فيه برشا معطيات ما صحت، ربما ما صار في سنة 2002. والله أنا ماذا بيا نحكي على المستقبل أكثر من الماضي، لأن الماضي نسيناه باهيه وبخايب وبأمور الكل، لكن أنت مصر على السؤال هذا لأنك ذكرته تو مرتين كي بديت الحصة والآن ما تعاودت نفس السؤال. لكن هو بطبيعتها الإنسان رئاسة النادي كما تعرف معناتها ماهيش مسؤولية صعيبة. أنا يمكن عملت حاجة باهية أني حضرت شكون باش ياخذ عليا، وحضرت البديل اللي هو سلاح الزحاف، لأن قبل ما نخرج حتى في وقت مش بالسهل تدخل الجمعية معناتها وتخرج هكاك يلزمك شكون البديل. وكنت الناس كلهم نقول لهم فما اللي نجم حقيقة ياخذ عليه المشعل وينجم يواصل العمل اللي قمت به. وتعاملنا مع بعضنا، خدمنا فترة لبس بها معناتها لمدة تقريبا 3 سنوات تقريبا. والسنتين في الاخير معناتها ما كانش معايا نظرا للمشاكل اللي صارت والعقوبه اللي تسلطت عليه في ذلك الوقت في وقت من الاوقات. لكن تعرف اللي وتات في كرة القدم معناتها جاتنا فترة صعيبة وهيمنة على كرة القدم بصفة عامة، وقعد فريق تقريبا 3 سنوات أو أكثر ما يخسرش حتى مباراة، وفما يعني أشياء غير رياضية وغير كذا صارت معناتها بصراحة كانت مؤلمة. وكان النادي الصفاقسي تعرض إلى مظالم كبيرة بما فيهم خروج اسكندر السويح معناتها بطريقة يعرفوها الناس الكل بدون ما يوقع حتى إخلاص المستحقات نتاع النادي، ووقع ظلم على النادي الصفاقسي في العديد من المباريات، وقع برشا ضغط على التحكيم. يعني التحكيم كان أسوأ فترة يمكن في الرياضة التونسية كل الفترة هذيك فيما يخص الأداء التحكيم اللي اليوم نشوفه معناتها الناس وقت تتشكى نقول لهم ايه وين كنا وين اصبحنا معناتها 180 درجة التحكيم اليوم، سواء من الأداء سواء من النزاهة سواء من الحضور الذهني سواء من العديد من الأشياء. فما أشياء رافقت الرياضة التونسية بصفة عامة وضغوطات. والنادي الصفاقسي خسر العديد من الألقاب بشهادة في ذلك الوقت سليم شيبو في الوقت هذاك هو بيدو ذكر قال السنة النادي الصفاقسي ترتيبه الثاني لكن أحسن فريق في تونس معناتها ما أكثرش من هكا. تعرفوا اللي كأس زاد كيف خسرناها يعرفوا تونس كامله معناتها كيفاش المباراه اللي معناتها خرجنا من النهائي بضربات الجزاء. كان فما خلافات شخصيه بينك وبين كانت فما خلافات صحيح، فما خلافات على الكره تقريبا وعلى انسان معناتها. فما احنا ديما نقولوا يلزم الفير بلاي ويلزم الانسان رابح وخاسر معناتها. هذيك الكره وهذاك الفوتبول هكاك معناتها يتلعب على الميدان ما يتلعبش بحاجات اخرى. لكن فما ناس ما كانش تقبل المبدا هذا واحنا معناتها نحاول ان نتجاوزوا هالاشياء الكل. بصراحه اللي الشيء اللي قعد لي في خاطري كما نقولوا احنا هو جمهور وجماهير النادي اللي خرجت مظلومه في العديد من المناسبات، ونبدا نشوفهم انا معناتها خارج معاهم او نبدا حتى في سيارتي نخرج باش نواصل نشوفهم كيفاش كانوا هما واولادهم يعني كيفاش خيبه الامل نتاع ماهوش نتاع المردود. يشوفوا المردود ممتاز ويشوفوا اللاعبيه كذلك حاجه ثانيه. على كل ثم تليفون باش ناخذوا بعد شويه، لكن في نفس الاطار خلينا نقفلوا الملف هذا. وقت انت قلت سلاح الزحاف سلطت عليه عقوبه، العقوبه هذيك هل كانت بفعل فاعل؟ هل كانت موجهه لك انت ولكنها يعني بطريقه او باخرى منعت انت وجات لسلاح الدين الزحاف؟
والله هي في الحقيقه معناتها نذكر المقصود به هي مستهدف فيها اتهام بالرشوه وقتها مستهدف فيها النادي ككل. ديما النادي هما المسؤولين، والمسؤول الاول عن النادي ولا المسؤول الثاني، لكن ما يهمش معناتها هذا شكون اللي مستهدف بها، قد ما يهم الضرر اللي حدث لنا من عمليته. وكما تعرفوا انا ما نحبش نذكر بالتفاصيل، لكن فريق رابح 4 في تونس، فريق كيما هذايا معناتها ماشي تلعب غاديكا، وفريق باك النجوم فريق وطني في ذلك الوقت، معناتها العناصر الكل حتى الاجانب اللاعبين الاجانب في الفريق الوطني تقريبا فما 6 ملاعبيه و7 ملاعبيه من الفريق الوطني، والاخرين الاجانب من الفريق الوطني، يعني تقريبا كان فريق قومي في الوقت هذاك، ومعناتها في اوجه العطاء، وفريق الاخر كان متواضع. لكن فما اشياء اللي هي خارج الرياضه اللي صارت، والحمد لله معناتها النادي معناتها النادي رادي صفاقسي خرج منها لاباس. مع العلم انا نحب نقول الحقيقه ونقول الشيء اللي صار، انه سليم شيبوب في مصر دافع على النادي الصفاقسي بصفته هو رئيس لجنه يعني العقوبات، ووقف مع النادي الصفاقسي، وكان ليه موقف بصراحه انا ما ننساش الموقف هذاك، لان كل حد اعطيه حقه. هذا مسار وهذا التاريخ معناتها كذا. ومشينا لمصر ودافع على النادي الصفاقسي، ودافع على موقف النادي الصفاقسي، وهذه مظلمه تعرض لها النادي، وظاهر اللي هي مركبه ومعموله وفيها عديد الاشياء، لكن الحمد لله معناتها تعدى كل شيء، ويقعد كان اللي يعمل الخايب يقعد له في وجهك اهو. نرجع نحكيو على الفتره الحاليه، وعودتك انت سي لطفي. اخترت معك بعض الاخيان اللي باش يعني يسيروا معك الفريق. اخترت لي رئاسه الفرع السيد حسان شعبان. شنو ربما المقاييس كيفاش تم الاختيار هذا؟ لانه ربما عاده نمشيو للاكثر خبره ونمشيو للعمر اكثر. اخترت شاب انت من الوجوه الشابه، ربما اسم ما سيرش قبل. الحقيقه بالنسبه للاختيارات احنا عندنا شبان زاد قاعدين نكونوا فيهم في النادي، شبان عندهم مستقبل كبير في العطاء وفي المردود نتاعهم بالنسبه للمستقبل النادي. لكن احنا الحق يعني عندنا نظره كبيره اليوم بالنسبه للنادي الصفاقسي في العمل بالنسبه للمستقبل. نحبوا اول شيء دم جديد في النادي، نحبوا شبان اللي هما معناتها يحبوا فريق، يحبوا ناديهم ويحبوا يعطيوا للنادي، مجموعه طيبه معناتها، وخاصه بالنسبه لحسان شعبان متحمس. هذه مجموعه خدمت معناتها السنه الماضيه، وحبينا اليوم نعطيوه مسؤوليه اكبر، اللي هو احسن واكبر شيء واكبر مسؤوليه. نعتقد ان اكبر مسؤوليه في النادي من المسؤوليات الكبار اذا نجم نقول اليوم هي فرع الاكابر، وكره القدم تكون برشا وتعطي معناتها الاجواء نتاع الملاعب، وهذاك هو الاساس بالنسبه للفريق ككل. حسان شعبان عنده برشا ميزات معناتها، ومن جمله الحاجات انه المتابعه والعمل بكل جديه واخذ القرارات ويحسم المواضيع معناتها، كي يتكلفوا بموضوع على طول يحسموا، وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر. عندك يلزمك مسؤول حقيقة يحسم، ونحضروا فيه للمستقبل لما لا، باش يكون معناتها علاش لا رئيس قادم للنادي الصفاقسي، كما باش على الأقل تسهل الخروج وتسهل المأمورية، نعطي الواحد يحب يخرج. أو معنا سي حسان شعبان، قبل ما ناخذوه معنا، النادي الافريقي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد في المغرب متفوق في الشوط الاول 19-13 على الكويتي. ان شاء الله النادي الافريقي يفوز باللقب هذا كما قلت، دور نهائي في كرة اليد وقاعد يصير في المغرب. مرحبا بك سي حسان. مرحبا بك وبضيفك الكريم بكافة المستمعين. شنو شعورك بعد ما يقول سي لطفي عبد الناظر الكلام هذا؟ والله سي لطفي عبد الناظر انا عرفته قبل ما نسيروا مع بعضنا في النادي الرياضي الصفاقسي. هو انسان عنده برشا ميزات، ومن اهم الميزات نتاعو كونه يراهن على الشبان ويعرف على شكون يراهن. هذه ميزه كبيره نحسبوها في لطفي، و معناتها اللي يشوف المسيره نتاعو تبارك الله كرجل اعمال نجح. احنا في مجال الاعمال نعرفوا كون الانسان ما يجمش ينجح فيه، معناتها هذا ياكد كون سي لطفي عبد الناظر انسان يعرف يختار العباد ويعطي ثقه كبيره في العباد اللي يختارهم. سي حسان، انت مهمتك باش تكون هامه ودقيقه، لانك فرع الاكابر مع مدرب جديد مع موسم جديد.
باش تكون عينين سي لطفي، خاصة سي لطفي يعني نعرفوا المشاغل نتاعو، وربما تواجده يكون في مش دائم في صفاقس. لا والله هو اللي لاحظناه يمكن سي لطفي مش متواجد كيف دائما في صفاقس، لكن انا نأكد لك كونه ملم بأدق التفاصيل في النادي الرياضي الشخصي. معناتها انسان بحكم الخبره بحكم التجربه، وبصراحه ما كناش نتخيلوا كون سي لطفي عبد الناصر مش يعطي من وقته هذا كله، مش يكون متفرغ بالكيفيه هذه لتسيير النادي الرياضي الشخصي. معناتها باستثناء يمكن يومين الراحه اللي خذاها معناتها للضروره وقت اللي مرض واصابته الوعكه الصحيه، سي لطفي عبد الناصر نتحصلوا عليه في كل وقت وقاعدين نناقشوا معاه القرارات الكل، وربي قدرنا ان شاء الله ونكونوا على قدر المسؤوليه اللي حطها فينا معناتها، والثقه اللي حطها فينا سيرتو. ان شاء الله اكيد ما دام سمعنا سي لطفي يعني يحكي عليك بالكلام هذايا وبالشكر هذايا، اكيد يعني اختار الرجل المناسب في المكان المناسب. شكرا لك سي حسان، وان شاء الله في مواعيد جايه ان شاء الله. من فضلك ونسب سي لطفي وبارك الله فيك. باش نرجع بسرعه للسيد حموده بن عمار، لانه قبل الاخبار رجع لنا مره اخرى بكري انقطع الخط الهاتفي. سي حموده في كلمتين في ثواني، كنت سألتك قلتك علاش ما تلموش بعضكم كرؤساء كوجوه رياضيه خدمه الرياضه التونسيه؟ عندنا برشا كفاءات، عندنا برشا ناس كانت بصماتهم واضحه في الرياضه التونسيه، علاش ما نعملوش في شكل نادي لرؤساء السابقين على غرار ما هو موجود على مستوى اللاعبين؟ صحيح، انا موافقك معناتها، لابد معناتها من الواحد كل واحد يجيب شويه من عنده، شويه خبره شويه كذا، ونعطيو معنا للرياضه. انا على كل حال على ذمه الرياضه التونسيه، وباش نخدم مع ناس كما سي لطفي ولا غدوه سي عثمان ولا ناس اخرين اللي خدموا الرياضه التونسيه ولا سي حمدي، ولا انا حاضر في كل وقت معناها. يعطيك الصحه سي حموده، ونتمنى انه ديما نسمع لك الخير وديما متالق سي حموده. بارك الله فيك وفي لطفي، نتمنى له النجاح واموريا نتاعو. شكرا بارك الله فيك. بعد الاخبار باش نرجعوا لعده ملفات اخرى مع السيد لطفي عبد الناصر، باش نرجعوا بالطبيعه لعقوبة الجامعة مثلا المسؤولين في النادي البنزرتي وكذلك في النادي الصفاقسي، باش نرجعوا ايضا لموقف ودادية رؤساء النوادي من عودة الموسم للنشاط، باش نحكيوا كذلك على السياسة ورجال الاعمال، ونحكيوا على كل ما يهم النادي الصفاقسي. كذلك في الجزء الثاني باش نحاولوا ناخذوا عدد من احباء النادي الصفاقسي على الرقم الهاتفي 73 275 800. ونذكر قبل ما نفسح المجال لقسم الاخبار انه في انتظاركم 10 تذاكر لدخول لمباراة تونس السيراليون غدوة مهداة الجامعة التونسية لكرة القدم. المطلوب تكتبوا حرف جي وتبعثوه على 87 96 96 مع التحية كذلك لمستمعينا ولأحباء النادي الصفاقسي من خلال الموقع نتاعهم الرسمي www.css.org.tn. عودة لبرنامج جول مع رئيس النادي الصفاقسي السيد لطفي عبد الناصر، مع تفاعلات الأحباء سي لطفي من خلال الموقع الرسمي لأحباء النادي الصفاقسي. أحمد بن صالح من صفاقس يقول لك هدف الفريق كابر للموسم القادم آلية العمل القاعدي في الشبان. كذلك زياد يقول لك فماش حلول لبحث على موارد مالية بالتنسيق مع السوسيوس. فهمي من تونس يقول لك وقتاش تبداو بيع شركات دخول الملعب والاسعار قداش، فماش نقطة بيع ايضا في تونس العاصمة؟ والله كيف تعرف الهدف نتاع النادي الصفاقسي بالنسبه للموسم القادم هو اللعب على اللقب واكثر من لقب، لان عندنا كاس افريقيا وعندنا البطوله الوطنيه وعندنا الكاس نتاع رئيس الجمهوريه بالنسبه للسنه الماضيه وبالنسبه للسنه هذه، ولذا ان شاء الله نلعبوا على الالقاب الكل ونوفروا، واحنا وفرنا الظروف الكل بالنسبه كهيئه مديره للفريق، وان شاء الله هم زاد يقوموا بدورهم واحنا حطيناهم من قدام مسؤوليتهم هم والمدرب والاطار الفني، وان شاء الله هذا كله يتحقق. بالنسبه للعمل مع السوسيوس عمل كبير قاعدين نقوموا به، نطمنوا اللي فما تناغم كبير مع السوسيوس، وامس كانت عندي معهم اجتماع في المكان هذا
حتى للساعة تقريبا 8 ليلا أو أكثر، 9 تقريبا ليلا، مع مجموعة من الشبان، والعمل اللي قاعدين يقوموا به سوسيوس يعني عمل كبير ياسر في بالنسبة للمداخيل وتنمية المداخيل والأفكار الجديدة والتنظيم والعديد من الأشياء. الحقيقة قاعدين نتعاونوا كيفية كبيرة، ومكسب أنا نقول للنادي الصفاقسي سوسيوس مستقبل النادي، وباش يعطيوا للنادي دفع كبير. وعمل السوسيوس معناتها بالنسبه لنا عمل قاعدي كبير مع شبان قاعدين يخدموا بلا حسابات بلا حد شيء، يعطيوا كل شيء ما عندهم، يعطيوا في افكار، يعطيوا في يعني امكانيات، قاعدين يدعموا في النادي ماديا بتجهيزات بالعديد من الاعمال اللي هي تمشي في استثمار اكثر منه للمصاريف اليوميه. وهذا معناتها العمل اللي تقوم به سوسيوس. نعتقد ان سوسيوس اليوم باش تعطينا دفع كبير وباش يكون لها معناتها اسس النادي بالنسبه للمستقبل. وقتاش تبدا بيع الاشتراكات؟ بالنسبه للبيع الاشتراكات ان شاء الله من الاسبوع القادم معناتها باش تبدا بيع الاشتراكات، وان شاء الله الاحباء يكونوا معناتها في الموعد، لان هذايا هو اللي باش يزيد يدعم ميزانيه النادي ويخلينا نخدموا باريحيه، لان كما تعرفوا النادي يستحق العديد من الموارد الماديه. ان شاء الله بيع الاشتراكات، وقاعدين معناتها عمل كبير مع سوسيوس فيما يخص التنظيم نتاعهم والبطاقات وكذا، ان شاء الله يقوموا بدورهم الناس كله. ان شاء الله الاشتراكات على ذمه الاحباء. عندنا حتى في تونس تكون فما بيع، نقطه بيع ان شاء الله. بالنسبه لنا سوسيوس تنجم اي انسان يتصل بسوسيوس، هي اللي باش تكون تنسق زاد عمليه البيع حتى في تونس، لان كما قلت لك بالنسبه لنا سوسيوس باش تكون عندها دور كبير في تنميه الموارد الماديه. وكما قال احد المتدخلين الان معناتها في الوحده نتاعو في المداخله يحب تنميه الموارد، وعندنا العديد من البرامج ان شاء الله باش يكونوا معناتها نقوموا بها في المستقبل. كما نعرفوا ان الاشتراكات باش تكون هي مش باش يكون فما تذاكر، باش يكونوا الاشتراكات هما اللي باش نجموا نخدموا بهم، باش يكونوا نحافظوا على يعني التنظيم بصفه على الاقل محكمه، ونعرفوا كل حد وين قاعد وكذا، ونكونوا معناتها نبعدوا على الاشكاليات اللي تجب توقعنا في المباريات باذن الله. هل حقا انه في نفس الاطار ما دام تحكي على التنظيم انه الجمهور النادي الصفاقسي استعد لعوده الجمهور من خلال تقريبا توفير 80 استاديين، وسمعنا اللي ربما النادي الصفاقسي مش يلوج برشا باعتبار انه عنده فروع في الكاراتيه في الجيدو في الملاكمه، تقريبا مش ياخذ ابناء النادي من الناشطين في الفروع هذه للقيام بالمهمه هذه. بعد شويه ناخذ التليفون زاد. والله إن عملنا عمل كبير مع الأخ العيادي معناتها بالنسبة لنا في التنظيم باش يكون عمل كبير، خاصة أن نحبوا التكوين نتاعهم يكون تكوين معناتها على قاعدة، ومن الناس معناتها عندهم يعرفوا البروفيل اللي حاجتهم به ويعرفوا شنو اللي مطلوب بالنسبة للمستقبل، لأن ما يلزمش استاديه هو بده يولي يخلق المشاكل ويدخل لنا في إشكاليات واللي هو يحرم الجماهير النادي من الحضور في الجمهور، لأن باش تكون قرارات صارمة. متأكد في المباريات أي فريق باش يعمل مشاكل خروج على الموضوع باش يولي على الأقل يتحرم هو، وهذا اللي احنا نادينا به. قلنا على الأقل النادي اللي يحترم والمواثيق الرياضيه ويتبع معناتها التنظيم بشكل معناتها محكم، وما يكونش ما يدخلش في الفوضى وفي الحاجات اللي هي ما تليقش برياضتنا اليوم. يلزمنا نرفعوا من المستوى، ويلزم كل حد يتحمل مسؤوليته كمسيرين وكزاد احباء وكل انسان يقوم بدوره. على الاقل نرجعوا الضحكه للناس ونرجعوا الفرجه ونرجعوا الجو في الملاعب، وخلينا نتلهوا بحاجه اخرى، لان اليوم الناس افتقدت الى هاك المهرجانات اللي كانت تقريبا تتقام في كل مباراه، وكل الاجواء الكبيره وكل اللعب وكل الهتافات اللي اشتقنا لهم. نحبوا نرجعوا هالحاجات هذه، لكن زاد نحبوا العمل اللي بالنسبه اللي باش نقوموا به كهيئه مديره كلفنا الناس هذوما باش يحضرونا ناس من ابناء النادي عندهم مخ نتاع انسان رياضي، عنده يلزم هو بيده يكون رياضي ويقبل الربح والخساره،
ويلزم انسان يحافظ على النادي ويكون زاد ابدان معناتها تنجم لياقه بدنيه جاهز، تمارين في الكاراتيه في البوكس في كذا، مش باش يضربوا الناس بل بالعكس باش يحميوا الناس، باش يحميوا الملاعبيه، باش يحميوا المسؤولين، يحميوا ممتلكات النادي، باش ما يقوموش الناس اللي تجي ولا تتعصب. نحبوهم نحيوا التعصب في الرياضه، نحبوا اللي يدخل للكوره يجي يتفرج على الكوره ويشيخ بالكوره وما جاي كان للكوره ما عنده حتى نوايا اخرى الا باش يتفرج على مباراه معناتها، لان بصراحه ظاهره تفشيت في السنوات هذه، وان شاء الله نقضيوا عليها بتضافر جهود الناس الكل باش نبعدوا. معناتها ما كانتش عندنا، جات في سنين معناتها نعرفوا البلاد اش مرت بظروف صعيبه، لابد ان ننساوها في ساعه ونرجعوا، لان اليوم يعني جماهير في السعوديه في الكويت في ليبيا في العديد من الدول العربيه التابعه للدربي اللي يصير ما بين الافريقي والترجي، ولا الدربيات اللي يصير ما بين النادي الصفاقسي والترجي وغيرهم، هذا معناتها 60 و70 الف ويبداو شيخين، لان هذه ما تنجمش تعملها لا بالفلوس ولا تنجم تعملها بحث شيء، معناتها جماهير تحضر باعداد غفيره وتعمل جو كيما هكاك وكالدخله وكالاجواء اللي نشوفوها في ملاعبنا اشتقنا لها صراحه، ويلزم ترجع لنا، ولان الناس بيدها كانت تشوف فينا كانت تحسدنا، فما ناس تحسدنا على كل جو هذاك وكالامبيونس هذيك وكل الاجواء هذيك. اليوم شبابنا ومعناتها محبين الانديه الكل لابد ان نداء من خلالكم، انا يا خويا خلينا نرجعوا لاجواءنا، خلي يا خويا كل انسان يلزم اللي قاعد بجنبه حتى اللي يجي باش يفسد ولا يعمل يلزم ينهيه، ويلزم يقول له لا بربي راهو لا يزينا يا خويا، خلينا نشيخوا، خلينا الكره للكره، خلي الكره للمسؤولين زاد اللي يثيروا يعني ويشنجوا الاعصاب في وقت من الاوقات، او يخرجوا على الموضوع، او يعني يتفاعلوا بطريقه ماهيش معناتها نتاع مسؤول. لابد ان زاد كيف لازم الناس كل تركح، الناس كل تهفت، الناس كل تريض روحها، وخلينا نرجعوا للكره ونرجعوا للاجواء الرياضيه السمحه كما قلت. نقعدوا في النادي الصفاقسي وقدماء اللاعبين، شنو دورهم في الهيئه المديره؟ هل انه الهيئه المديره يعني اعطت فرصه لقدماء اللاعبين، لانه باش ناخذوا ضيفنا باش يكون من قدماء اللاعبين وخدم في النادي الصفاقسي الموسم الفارط، لطفي عبد الناصر، كيفاش ينظر للموضوع هذا؟ ثم البعض اللي ربما يقول لك ابناء النادي ينجموا هما اللي يخلقوا المشكل، ثم اللي يخاف من ربما تنافس بين هالقدماء اللي ينجم يخلق مشكله، ثم اللي يفتح الباب، وثم فرق مسكر على قدماء اللاعبين. شو نظرة سيد لطفي عبد الناصر الموضوع هذا؟ والله يشوف بالنسبه لقدماء اللاعبين معناتها ما يشك حتى حد في الدور اللي نجم يقوموا به وفي الاضافه الكبيره اللي نجم يعملوها، وانا اول ما جيت ركزت معناتها مجموعه ولجنه فنيه باش معناتها فما اختصاصات نتاع انتدابات او انتداب مدرب او يعني تقييم لاعبين اللي لازم يمشيوا ولا اللي لازم يجيوا، لابد يكونوا من اهل الاختصاص، ولابد يكونوا مع ناس عندهم تجربتهم، وما نجم يعطيك الصحيح وما نجم يعاونك وما نجم كذا الا من انسان اللي قريب ليك واللي ابن النادي واللي عنده يعني درايه كرة القدم، ولكن يكون زاد محب كبير للنادي ويعطي بدون حساب. اليوم بالنسبة للمجموعة هذه اللي توا فما بعد اعطينا بعض الاسماء سي لطفي ربما كيما ناصر البدوي، كيما انيس بوجلبان، كيما كنا حبينا حاتم طرابلسي زاد يكون قريب ويعني شاركناه في الحقيقة في العديد من القرارات. هل حقا انه حاتم طرابلسي رفض باعتبار انه موجود الناصر البدوي في الجمعية؟ والله معناتها صحيح انه فما كلام على الموضوع هذا على اساس انه هو ممكن ما يتفاهمش شويه مع يمكن مسؤولين معناتها اخرين بدون ما نذكر الاشخاص كذا، لكن بالنسبه لنا هو بيده خير انه يكون موجود ويعاون في برنامج اخر، في موقع اخر، في عمليه متابعه لاعبين، في اعطاء رايه للنادي، لانه عمره حاتم ما بخل على النادي الصفاقسي. حاتم عنده مواقف كبيره مع النادي الصفاقسي بكل صراحه، انا شفته في موقف وقت اجاكس امستردام. حاتم الطرابلسي كان في حل مع النادي الصفاقسي امضى عقد بالمكتوب مع كاتب العام سي جمال الدين المهيري في ذلك الوقت، يعني كتب له عقد في الاداره نتاع اجاكس امستردام، وقع عليه وعقد على ورقه، ماهوش حتى
قانوني، لكن قال انا اخويا ما نضيعش حق النادي ومعناتها ملتزم، وحقيقه هذاك عمره ما ينساو له التاريخ، لانه ربح النادي الصفاقسي ب 3 مليارات. كان ينجم النادي الصفاقسي كان ينجم حاتم ياخذهم ويقول لك لا انا في حل على الواحد، وهذا ما حب يقوله له اللي يعني الوسيط في ذلك الوقت، انه انت حر وبرا من دائما معناتها فاقوا بالاشياء اللي ما كانتش كذا من غير ما نرجعوا لها. ولذا حاتم الطرابلسي يعني اعطاه كلاعب، اعطاه للنادي في هذا الموقف الرجولي، وقاعد يعطي الان معناتها كلاعب سابق. اللاعبين القدامى عندهم زاد دور كبير يقوموا به حتى في الامور الخيريه والانسانيه. نشوفوا في مختار ضويب معناتها هو اللي قاعد يدور ويواكب ويواسي في اللي عنده مشكله، وفي اللاعب اللي عنده معناتها حالات صعبه، وفي الامور الاجتماعيه، في المريض، في الكذا، وهذا معناتها يشكروا عليه الحق مجموعه كامله هو والاخوان الكل. وانا من الناس اللي فتحت لهم يدي معناتها فتح لهم قلبي وفتح لهم يدي. الحاجه الوحيده اللي نحب ناكد عليها هي مصلحه النادي، ما يشخصوش الاسماء، معناتها ما يكونوش يخدموا لرئيس ولا لفلان الفلاني، لا، يخدموا للنادي الصفاقسي، يعطيوا للنادي الصفاقسي كيما عطاو غيرهم من الاسماء الكبيره اللامعه، كيما عبد الوهاب بن غازي، كيما معناتها حبيب الطرابلسي، كيما حمد العقربي، كيما العديد معناتها ما نحبش نسمي باش ما ننساش حافظ بن صالح وغيرهم من عبد المولى، غير معناتها الناس هذوما عطاو كمدربين وقاعدين اليوم يواكبوا ويعطيوا. وسي عبد الوهاب بن غازي هذا الله يرحمه معناتها بالنسبه لنا اعطى للنادي الكثير، لكن قعد ديما في افكارنا، في قلوبنا، في كذا معناتها الحمد لله. خلينا ناخذوا احنا معنا انيس بوجلبان اللي هو كان في دفه تسيير الموسم الفارط، والسنه مانيش عارفين بعد ولا باش يرجع، انت كنت تذكر في اسمه. انيس مرحبا بك. اهلا بك جمال، وتحيه لسي لطفي. بالطبيعه انيس سمعت سي لطفي يحكي على قدم اللاعبين. اول حاجه انت يعني بخروج السيد منصف السلامي بعدت عن النادي الصفاقسي ولا عندك خطه اخرى مقترحه؟ والله انا ديما موجود في النادي الصفاقسي، يعني بقطع النظر على اسم يعني الرئيس، لانه كما قال كان يحكي سي لطفي ظهر لي ثم مصلحه النادي. انا ديما في النادي الصفاقسي حتى كان ما عنديش خطه، نقعد ديما ابن ابناء النادي الصفاقسي وقيس حقي في اي خطه في اي وقت اكيد اني يكون موجود. يعني الموسم الفارط صحيح كنت يعني موجود، السنه كيف موجود، مانيش نبعد، لانه كما قال سي لطفي ظهر لي النادي الصفاقسي اليوم حاجه للناس الكل، حاجه باهيه. ممكن السنه انه الناس الكل تلفت على الجمعيه، شفتوا في اول الموسم سي لطفي، سي جمال العالم كان كيف موجود، سي شفيق جرايه، سي منصف في اجتماعه الاخير مع الهيئه القديمه اكد انه يلزمنا الناس الكل نعاونوا الهيئه الجديده ونحاولوا انه نوصلوا بالنادي الصفاقسي اللي نحبوا، لانه بصراحه بعدنا المواسم الاخيره على الالقاب، واحنا يعني كلاعبين قدامى كجمهور كمسيرين كما تحب انت يعني في استحشنا الالقاب، ونتصور انه وصلنا اليوم، وصلنا بالمجموعه اللي عندنا. ان شاء الله الموسم هذا باش يكون موسم النادي الصفاقسي ان شاء الله. سي لطفي، انيس بوجلبان عملوا المدير الرياضي، بالطبيعه تعرف انت قيمه انيس بوجلبان، ثم تفكير في انه يكون في مهمه معينه ولا كما يحكي هو يعني قريب من النادي في محيط النادي لا اكثر ولا اقل؟ لا، انيس بوجلبان موجود في الهيئه الفنيه، موجود في اللجنه نتاع الرياضه، موجود هو في هذه الكوميسيون سبورتيف، عنده بوست معناتها معنا. عمل خدمه كبيره ياسر في تحضير الموسم، في خروج اللاعبين ودخول اللاعبين، عمل إضافة كبيرة فيما يخص الانتدابات معناتها اللي صاروا، هو والمجموعة اللي معاه الكل معناتها كان هو عنده دور كبير زاد في رايه فيما يخص الأداء نتاع الإطار الفني والعمل اللي يقوم به وشنو المطلوب بالنسبة للمجموعة الجديدة هذه. نسمع رايه كل يوم تقريبا باتصال به، كل يوم يتابع في الموضوع، عنده عمل زاد يقوم به. احنا اليوم قسمنا الأدوار بالنسبة لنا، عندنا انسان اللي لاهي بحاجات معينه مثلا يتابع الفريق الاكابر ويكون عنده دوره. بالنسبه لانيس بوجلبان عنده دور يقوم به كبير، انه يتابع كل المردود نتاع كل لاعب
فيما يخص فنيا، يعني باش يسهل على المدرب باش يتعرف بسرعه على المردود بتاع اللاعبين. قاعد يعطي بالعديد من النصائح، قاعد يواكب في عمليه الانتدابات وفي عمليه التنقلات وفي النصائح نتاعو كلاعب قديم كمسير اليوم معانا، كانسان عنده مسؤوليه في الهيئه هذه. وكيف كيف كما قلت لك معناتها يعتبر احنا بالنسبه لنا عندنا 3 خطط حطيناهم، كل حد عنده مهمه في النادي اللي هو ناصر البدوسي انيس بوجلبان. وبالنسبه لرشيد بوعزيز غير ان فما بعض اشكال يمكن وقع اخيرا بالنسبه للخطه اللي تعهد بها رشيد بوعزيز، وهذا باش نحكيو فيه ان شاء الله في المستقبل. لكن احنا نمنوا برشا ببناء النادي، وكما قال توا انيس يعطيه الصحه معناتها ما نبعدوش عن النادي. احنا التفينا الناس الكل ورا النادي وقاعدين نقدموا بنادينا ونخلقوا في الجو اللي كان موجود قبل، ونواصلوا في العمل اللي قامت به الهيئه السابقه، وان شاء الله نقدموا معناتها في العمل هذا. يعطيك الصحه انيس، شكرا لك، وان شاء الله بالطبيعه بالتالق، ونعرفوا انك في بلاصه تنجم تفيد انيس. ناخذ معي سمير شعبان، ناخذ بعض المستمعين. الو على السامع. الو على السامع سي جمال. مرحبا بك خويا سمير، منين؟ انا من الساقسه، ما نخدم في مسير تو. مرحبا بك خويا سمير. بيك عايش. مرحبا سي لطفي عبد الناظر. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي سمير. تفضل سي سمير. سي جمال باختصار سي سمير، لو كان ما تراش مانع بالطبيعه. نعم باختصار. بالنسبه في جمال، ولو احنا المحبين ديما ما نجموش نطولوا في الكلام، لكن خلينا نسال سي لطفي. ولو انا ما نجاملش، لكن من ناحيه سي لطفي نحبه برشا، خاطر انا من ناحيه الرؤساء مش باش نجامله، لكن انا من طبيعتي سي لطفي نعرفه خاطر انسان يحب الانضباط وكل شيء. لكن مش نقول سي لطفي النادي الساقسي ديما نقولوا فريق كبير، لكن الحقيقه نقول فريق مقاسك فريق كبير النادي الساقسي. هنا قداش من عام النادي الساقسي ولا الاوبجيكتيف نتاعو المرتبه الرابعه ولا المرتبه الثالثه، هذه اللي نعرفوها. حاجه اخرى ان الترجي يخسر بطوله ارى قداش يشارك مع النادي الساقسي، هذه حاجه. وديما هكاك ديما نقولوا سي لطفي النادي الساقسي مش نعملوا في النادي الساقسي يندرج كونوا نقيم النقاط السلبيه في النادي والنقاط الايجابيه، ما فما حتى شيء، حتى واحد ما يقيم. هنا النادي الساقسي قاعد يعاني ضعف في قلب الدفاع، قداش ما فما حتى واحد فما يقيم باش يصلح النادي. رغم ذلك يلندرا سي لطفي هنا وخسر النادي الساقسي من الانتوراج اللي يحطوا المسؤولين معناتها المسؤولين اللي معاه باش يحطهم يلندرا بعد يلندرا باش يكونوا في مستوى مسيرين وقادرين باش كومكوا يعاونوه، خاطر وحده ما جامش يعمل، والا كومكوا اللي هما زملاء نحطهم بجنبي في جمال. فهمت؟ واضح. لا واضح السؤال سي لطفي. السؤال واضح. مشكور الاخ لانه تساؤلاته في العمق، معناتها هذا اللي نحب عليه، معناتها يحب يحكي على حاجات اللي هي تقدم بالفريق بالنسبه للمستقبل. حبيت نقول اللي النادي الصفاقسي معناتها بالحق قعد سنين بعيد على الالقاب، لان تعدى ظروف زادة صعيبه، فما برشا نقائص كيما العمل اللي ديما فما عمل ماهوش متكامل. اليوم ما نحبش نحكي، انا نعتقد ان اللي خدموه الناس اللي قبلنا ديما بارك الله فيهم، اللي عملوه الكل، لانه هذا اجتهاد وكل حد معناتها مسؤول على ادائه وعلى الوضعيه اللي وصل لها النادي. ماناش فرحانين الناس الكل، مش كان هو معناتها نشاطروا الراي اللي احنا معناتها ما يعتبرش نادي في حجم النادي الصفاقسي معناتها يصرف المليارات باش يكون في المرتبه الرابعه ولا المرتبه الخامسه ولا حتى وصل حتى مراتب اكثر من الواحد هذا، وهذا لعده عوامل. فما عوامل فنيه وفما عوامل زادة اداريه وحتى عوامل خارجيه اللي هي معناتها نتاع خلافات يمكن حتى بعض المسؤولين. هذا اللي يخلي الاجواء كي تفسد الاجواء وتبدا معناتها اجواء مشحونه وفما خلافات تاثر على الفريق ككل وتاثر على العمل الكل. ان شاء الله انا تو ما نحبش نحكي على الماضي، نحب نطمن الاخ المتدخل ان ان شاء الله بالنسبه للمستقبل جبنا مدرب في حجم معناتها في مستوى كبير برشا باش المجموعه هذه يقدم بهم. وفرنا كهيئه مديره كل ظروف العمل
بالنسبه للامور يعني عندنا مستشار كبير معناتها باش نكونوا الملابس نتاعنا باش يكونوا من عنده. حضرنا الاليات والتجهيزات كذا، جبنا يعني مساعد مدرب في مستوى عالي، حضرنا الامور الفنيه اللي طالبها المدرب اللي باش ندربوا بها، يعني وفرنا كل الشروط. فما نقائص كما قال هو مهم جدا اللي تكلم عليه انا، تقييم اللاعبين واللاكس سنترال اللي عندنا فيه مشكل. جبنا انتدبنا سي بولعابي دوب ما بدينا معناتها، هذه اول حاجه شفناها اللي فما نقص كبير وعندنا مشكل كبير على مستوى لاكس، جبناه. فما الظهير الايمن كيف عندنا يوسفو مره يخدم وما 10 لا، ومشى وجاء كيف انتدبنا جبنون باش يوفر الاحد هذا. عندنا لاعب كبير مهاجم، جبنا ديدي، جبنا يعني النقائص تقريبا ركزنا مع المجموعه الفنيه اللي هي دايره بينا كما قال هو اندرا. هذا عمل هكاك نتاع مجرد ان الناس كذا، لا نطمنوا هو وبقيه الاحباء ان اليوم عندنا فنيين وما عادش رئيس نادي هو ينتدب معناتها، فما مجموعه ولجنه فنيه تخدم في خدمه كبيره. خلينا ناخذ معنا تليفون اخر. فتحي معنا. له عسلامة خويا فتحي. عسلامة. فتحي الغامدي من صفاقس. نسمع في فتحي شكون؟ فتحي الغامدي من صفاقس. تفضل مرحبا بك فتحي. يعيشك. والله انا باش نطرق الموضوع اخر مع سي لطفي في ما يخص فرع كرة الطايرة بتاع النادي الصفاقسي. كي نشوف اشخاص سي لطفي، الشيخ فتحي القرقوري، الاستاذ سي محمد عبد الملك، سي حمادي معلة، خاصة الأستاذ مراد القلال، هذوما الناس اللي خدمت معاهم قبل في فرع الكرة الطايرة وتمت برشا نجاحات. كانت تتفكر في صالة الزواوي كأس الأفريقية، كيما في كرة القدم زاد سي لطفي هزينا كؤوس أفريقية، حتى في فرع كرة الطايرة الشيل بتاع غازي بوبا وزيادة لرقش إلى آخره. حبيت نقول علاش سي لطفي هذوما الأشخاص هذوما معناتها ما استغليتهمش في الهيئة هذه، خاصة معناتها كي نشوف معناتها الظروف الحاليه الكل في الفرع بتاع الكره الطايره ينجموا يعينوا الاشخاص هذوما، عندهم خبرات، عندهم علاقات، عندهم تمرسهم، وعلى حتى يفيدونا حتى في مستوى الانتدابات في الفرع كره الطايره. سمعنا برشا على حمزه نقه يعني باش ياخذوه باش يجي مش باش يجي في الاخير سمعنا به في النسب الساحلي. واضح خويا فتحي يعني سؤالك متعلق بالكره الطايره، واكيد سي لطفي فهم يعني النقاط اللي اثرتهم. نحب نحيي الاخ كما قال معناتها ملحمه كبيره في كره الطايره، والنادي الصفاقسي عنده معناتها تقاليد كبيره في كره الطايره وتحصل على العديد الالقاب، وحتى حد ما ينسى اللقب اللي مشينا فيه مستدعين ضيفان وروحنا بالبطوله باللقب. وكانت مباراه شيقه ومباراه كبيره قام بها النادي الصفاقسي والمجموعه الكل والهيئه. في الحقيقه نحب نترحم على سي احمد الجلولي اللي حقيقه كان في ذلك الوقت معناتها رجل المرحله في كره الطايره، واعطاه العديد من العمل والتضحيه للمرحوم احمد الجلولي. ولكن معاه ما ننساش سي القرقوري وسي محمد عبد الملك وكل اللي ذكرهم سي معلة والعديد من الرجالات كرة الطايرة وهما رجالات النادي بصفة عامة، وسي مراد القلال وغيرهم. ونحب نطمن الأخ المتدخل أن راهم هذوما موجودين في الهيئة الموسعة للنادي، وقاعدين معناتها اجتمعنا بهم اول اجتماع وحضروا معنا الكل من الاسماء اللي قال عليهم باش يعاونونا. ونحبوا كما قال قبيله حتى انيس بوجلبان، النادي الصفاقسي حاجته بكل ابنائه وحاجته بكل الناس اللي نجموا يعاونوه، ولكن مش بالكلام بالفعل، لان حلينا لهم الابواب واليوم قاعدين يعطيوا في نصائح. لكن زاد كمسيرين لابد من التشبيب، لان لابد نحضروا المستقبل ونجيبوا معناتها شبان زاد كيف كيما اللاعبين زاد المسيرين لازمهم يدخلوا للمرحله. وشفناها من الحقيقه معناتها قاموا بعمل كبير بالنسبه للسنه الماضيه، المجموعه اللي قامت بالاشراف على كره الطايره، وصلنا طموحات اكبر. فما سي مراد تبارك الله عليه معناتها تريكي يحب يخدم، وهو سي بسام بالرمضان، ومجموعه طيبه الحقيقه في كره الطايره. سي خالد الطرابلسي في كره الطايره النسائيه زاد عمل كبير يقوم به. ان شاء الله نقدموا معناتها وان شاء الله نطمنوا ان رانا ما مستثنين حد، كل انسان ينجم يعاوننا بما فيه هو. رانا اليدين مفتوحه والنادي مفتوح لكل المسيرين وكل الناس الفاعلين فيه باذن الله. قبل ما نواصل معك سي لطفي باش نحكيو على يعني علاقة النادي الصفاقسي بالجامعة وعلاقتكم أيضا بودادية رؤساء النوادي وموقف رؤساء النوادي من عودة الموسم. كذلك باش نحكيو على السياسة ودورها ربما في رجال الأعمال في كل الشخصيات الرياضية.
وباش ناخذ موضوع كان مماثل اللي صار لك انت. لجنه قانونيه في الشبيبه القيروانيه تسقط زوز قائمات المترشحين، قائمه السيد وجيه العلويني وقائمه السيد فتحي العلويني. على كل معنا مراسلنا مباشره من القيروان طارق فوال. مرحبا بك يا طارق. مرحبا بك جمال، تحيه ليك وكل اللي يسمع فينا في اذاعه الجوهره افام. كما هو معلوم لا حديث في الوقت الحالي في القيروان الا على الانتخابات اللي باش تصير في 21 اكتوبر يوم الاحد المقبل. كما هو معلوم هما ثم زوز قائمات ترشحوا، الاولى برئاسه السيد فتحي العلويني، الثانيه برئاسه السيد وجيه العلويني. لا حديثا ايضا عن الا على البيع الانخراطات والمطالب لبيع الانخراطات. لجنه الترشحات واللي ترأسها السيد محمد عطله رئيس سابق للشبيبه اعلن منذ قليل انه زوج قائمات تم اسقاطهم وغير مستكفين للشروط، شروط الترشح لرئاسه الشبيبه. البند يعني اللي تم اسقاطه هو انه في القانون الداخلي للترشح يلزم انه المترشحين يكونوا خاليين للسوابق العدليه، يعني لازمهم في مطلب الترشح نتاعهم يدخلوا البيت روا، الشيء اللي ماهوش موجود في كلا القائمتين كلا في الدوسيي نتاعهم. الشيء اللي خلى زوز قوائم السيد محمد عطله عارف انه زوز قوائم غير مكتملي النصاب وبالتالي تم اسقاطهم. ما زلنا احنا باش نتابعوا تطورات الموضوع هذايا، واذا فما جديد نعديوه في اذاعه جوهر الافلام. شكرا لك يا طارق، يعطيك الصحه للتفاصيل هذه. سي لطفي، يعني كانت تصريحات ناريه، تصريحات واتهامات متبادله في وسائل الاعلام بيكم وبين مسؤولي النادي البنزرتي، وبالطبيعه تحركت وزاره سلطه الاشراف، موضوع مشى للقضاء، تدخل الجامعه، تدخل الرابطه، وفي الاخير يعني عقوبه على السيد الناصر البدوي وعقوبه على مسؤول ايضا في النادي البنزرتي سمير بن يعقوب. كيفاش تقبلت الموضوع هذا وشنو رايك؟ لانه كان يهمك حتى انت ربما وقع. انا في الحقيقه ما صرحتش بالتصريحات ناريه، لان على الاقل العمر عنده دور كبير باش يهفت الانسان ويخلي فهمتني ولا الانسان يعرف شو يتكلم قبل ما يقول اي كلام، لان الانسان المسؤول يمثل نادي ويمثل معناتها مجموعه وهو عائله رياضيه، لابد انه يعطي المثل ويكون معناتها يعرف شو يتكلم. ما بصراحة أنا عبرت عن موقفي قبل حتى في وسائل الإعلام، ونزيد نأكد اليوم لابد أن نرفع من المستوى نتاع المسيرين، ولابد أن نكون في مستوى المسؤولية، ولابد أن نخليو الكرة للكرة ونخليو الفوت يتلعب معناتها اونجو لو فوت بور لو فوت معناتها في 90 مينوت معناتها سور لو تيران، من غير ما نكونوا معناتها في تركيبات وحزازيات وندخلوا أجواء أخرى اللي هي خارجة عن الرياضة. لازم نبتعدوا عليها بكل صراحة، لازم نرفعوا من المستوى، ولازم نقوموا بدورنا كمسؤولين وكمسيرين في ظروف اللي تخلي الناس زاد ما تقلقش منا، يقولوا هذوما يجيبوا لنا كان في المشاكل ونهار كل هما يتسبوا ويتعاملوا. واحد هذا ما يليق بحتى حد، وان شاء الله الانسيدون هذا يتعدى وتكون درس للناس الكل. نتصور اللي العقوبه اللي تعرض لها ناصر البدوي، لان كما تعرفوا ناصر البدوي معناتها بكل صراحه مسير من الناس اللي نحترموهم واللي معناتها محترم في الاوساط الرياضيه، وما عمره عمل حاجات كما هكا، اخلاق عاليه، عمل متواصل كلاعب كمسير. انا في الحقيقه معناتها تمسيت من عمليه العقوبه نتاعو، لان بصراحه مش يخلي فراغ معناتها خساره للنادي بالنسبه مش يحافظ على المكان نتاعو، مش يحافظ على المكان نتاعو، لكن الجلوس على مقعد البدلاء مش ممكن. لا مش ممكن، على الاقل ان شاء الله عندنا استئناف وكذا. انا حبيت ان الجامعه والقرار اللي ياخذوه يكون تنبيه من المره الاولى، وتكون في المستقبل تاخذ العقوبات معناتها على الاقل عايط الانسان نبه عليه وكذا كذا، ومعناتها ومن بعد خذ العقوبات ليه، ولا حتى البني يعقوب، لان نفس الشيء معناتها ولو معناتها التصريح اللي قالوا في ماهوش باهي، لكن في ظرف اللي كذا ماهوش مسموح له، لكن تسرع وكذا ما يلزمش زاد تحرم مسير باش يكون معناتها موجود مع نادي. ان شاء الله الكناس معناتها تتفهم الوضع هذا، ويكون
انا مع القرارات الردعيه ومع اخذ العقوبات اللازمه بكل زاد بالقسوه الكافيه لما تنبه وتعطي زاد للمسير تعطيه فرصه تقول له راهو من هنا غادي راك باش تعمل كذا، المسير يكون واحد. قبل ما نسالك وقبل ما تجاوبني لانه بعد العقوبه هذه باش نقول لك ما هي علاقه نادي الصفاقسي بالجامعه بعد وبالهياكل، اما قبل خلينا نقولوا برافو، الف برافو، تحيه ومبروك للنادي الافريقي الحائز على لقب البطوله العربيه لكره اليد بعد انتصاره اليوم على الكويتي 33-28. لقب اكيد مهم، وبرافو للرياضه التونسيه لكره اليد التونسيه، وعوده النادي الافريقي اكيد باللقب هذايا من المغرب يعتبر حدث. فنحيي كل الافارقه، كل اللي يحبوا النادي الافريقي وكل اللي يحبوا الرياضه في تونس ويحبوا كره اليد التونسيه. واكيد بدايه باهيه للهيئه المديره بقياده سليم الرياحي، واكيد انت سي لطفي زاد ماذا بيك كرئيس تبدا بلقب لانه هي برشا حاجات. نحب نهنيهم، انا نهني النادي الافريقي لانه لقب دخل تونس، والنادي الافريقي عنده يعني تقاليد كبيره في كره اليد، وفي تعرفوا ما وصل له النادي الافريقي هو ما وصل له الفريق الوطني الا بالجمعيات كما النادي الافريقي والترجي والبعض الجمعيات الكبيره. لكن مبروك لتونس لانه لقب نفرح به لتونس ونفرح به زاد للنادي الافريقي وللهيئه الجديده اللي قاعده تعطي في عمل كبير والدعم معناتها في الجمعيه. وكل انسان يهتم بالرياضه في تونس ويعطي من ماله ومن وقته ومن امكانياته ما نجم كان نحييه ونهنيه ونقول له يعطيه الصحه وبرافو ليه وبرافو زاد ومبروك لجماهير النادي الافريقي على اللقب هذا. مادام في كره اليد نذكر اللي في بلاغ رسمي للجامعه التونسيه لكره اليد بكري، يعني بلاغ خرج في الموقع الرسمي للجامعه التونسيه لكره اليد، يعني اعلنت رسميا انتهاء العلاقه وفسخ العقد مع قناه نسمه في نقل مباريات كرة اليد، وبالتالي اكيد باش يقع فتح باب الترشحات للقنوات التلفزيونيه لنقل مباريات كرة اليد للجمهور الرياضي يحب كرة اليد وما يحبش يتحرم من المباريات هذه. نهائيا العلاقه بين نسمه وايضا الجامعه التونسيه لكرة اليد انتهى الموضوع. به قلت علاقه النادي الصفاقسي بالجامعه بعد العقوبه هذه. والله احنا العلاقه ان شاء الله تتجاوب الجامعه مع الطلب هذايا وتحاول معناتها ولو هي القرار خذته كجامعه، لكن بالنسبه لنا معناتها ما كناش راضيين بصراحه على القرار هذايا. كما قلت لك كان نجم يوقع التنبيه ويمكن ردع بطريقه اخرى نتاع خطيه ونتاع كذا، ولكن في المستقبل اللي يعاود ولا كذا واحد. يعني انا ديما ضد القرارات اللي تبدا من الاول بدون ما تاخذ. علاش سالتك السؤال هذا؟ لانه وديت رؤساء النوادي في اجتماع انت ما حضرتوش بسبب الظروف الطارئه الصحيه، يعني رؤساء النوادي هل انك معهم ولا؟ لانه رؤساء النوادي عندهم طلبات من خلال الوداديه نتاعهم حتى وصلوا يعني هدوا باستقاله جماعيه اذا كان ما تتوفرش خلينا نقولوا الحلول الجذريه لموضوع الاحتراف، لموضوع عوده النشاط بالجمهور ولا من غير جمهور، للتمويل وغيرها، وايضا قوانين او تنقيح بعض القوانين اللي مرتكزه عليها الجامعه التونسيه لكره القدم. أنا والله في الحقيقة أنا معاهم ونحب نكون عنصر فاعل معاهم إن شاء الله، لأن مجموعة طيبة ومجموعة إنجاز كبير كما قلت أنت قبيلة معناتها في التدخل نتاع سي حمودة بن عمار. لابد أن الناس هذوما نستفادوا منهم، تكون في هيئة استشارية، تكون في نادي نتاع الرؤساء القدم نتاع الجامعات نتاع بعض الأندية، هيئة اللي يعيط لها وزير الرياضة وتجم تعطي تجربتها وتجم تعطي كل ما عندها. النوادي والفكرة هذه نتاع ودادية رؤساء النوادي فكرة ممتازة جدا وموجودة في الخارج وتعطي دفع كبير للرياضة، لكن أنا بصراحة مانيش مع الاستقالات والتهديدات والحكايات الكل. أنا مع العمل والتفكير في الحلول وإيجاد الحلول وتقديم يعني الحلول والاتصال المباشر مع الجامعة ولا مع الوزارة ولا مع السلطات ولا مع كذا باش ديما نقدموا برياضتنا ما نرخيوش ليدين. هذا عمل معناتها تطوعي لابد أن يكون الفايدة منه كل يجيب شوية بشوية وتجيب الإقناع وتجيب البرامج وتجيب الأفكار وتجيب النضالات، هذاك باش نجموا نخلطوا نعملوا معناتها نطوروا رياضتنا. في نفس الإطار علاقة النادي الصفاقسي والنادي حمدان شهدت بعض التوتر الموسم الفارط. لطفي عبد الناظر كيفاش باش يرى الموضوع هذا؟ لانه شفنا حتى تصريحات واتهامات واضحه، ويعني خلينا نقولوا ملف يعني خذا حجم كبير
على جزء اشكاليه شمس الدين ذوادي وكذلك ماهر حداد. والله ان شاء الله انا نقول ان شاء الله علاقتنا تقعد طيبه مع الانديه الكل. هي تقاليد النادي الصفاقسي والعائله الموسعه نتاع النادي هذه ديما تقاليدها عراقتها، ويحرصوا كل مسؤولينا باش تكون علاقتنا طيبه مع الانديه الكل. الانديه هذوما نعتبروهم شركائنا في هالنجاح هذا، في هالمنظومه هذه في الرياضه. الرياضه لابد تكون علاقات، واحنا ما ربحنا من الرياضه الا العلاقات والعمل هذا ما يهز معناتها يلزم يقرب الناس لبعضها مش يفرق. نمنوا ان تكون العلاقات مع الانديه علاقات طيبه وممتازه. نادي حمام نمف يمكن وقع خلاف على ملاعبي ويعني وصارت ثم بعض اشكاليات، ان شاء الله نتجاوزوه، وان شاء الله في الايام القادمه رئيس النادي حمام نمف تربطني به علاقه زاده طيبه، وبالهيئه الكل وبكل الرؤساء السابقين نتاع نادي حمام نمف. لكن ان شاء الله نتجاوزوا هالملف هذايا، وان شاء الله نسويوه بالتراضي وما نوصلوش معناتها للاشياء هذه. لان بصراحه مثلا اليوم خاصة بعد الثورة وفات الهيمنة وفات النادي اللي يجي يفك ولا يعمل ولا ما يخلص ولا كذا. اليوم كل شيء واضح، القوانين واضحة، ما فماش علاش باش يكون معناتها جلسات مع المسؤولين هذوما ونوجدوا ديما الحلول اللي هي تبعدنا على التصعيد وعلى الاشكاليات الكل باذن الله. على غرار عديد رجال الاعمال اللي بعد الثورة تعرضوا لبعض المصاعب، هل أنه السيد لطفي عبد الناظر يعني تعرض لبعض المصاعب وتعرض لربما ملفات أو فتح ملفات أو ما يشبه ذلك؟ تعرفوا البلاد كلها يظهر لي بعد الثورة فما برشا إشكاليات وقعت وبرشا ملفات اللي هي عند القضاء، والحمد لله معناتها نضر فيها ووقع حتى غلقها لان ظاهره شنيه وكيف هي، ومعناتها فما حاجات صارت اللي بصراحه ما تشرفش معناتها اللجنه اللي اشرفت على هالملفات هذه واعطت معناتها صوره خايبه. لكن الحمد لله معناتها احنا ثقتنا كبيره في القضاء في تونس، رغم كل ما يتداولوا من الناس العديد من الاشياء. انا عندي ثقه كبيره في القضاء التونسي وفي العمل اللي يقوموا به الساده القضاة. بالنسبه لنا قاعدين معناتها ينظروا في الملفات وقاعدين يشوفوا في كذا وفي الملفات هذه، ووقع غلق الملفات اللي حقيقه كذا، وما فما حتى حد. احنا بعد الثوره هذه والحمد لله نحبوا الحق يظهر وما نحبوش حتى واحد ياخذ حق الغير. كل انسان عنده حق يلزم ياخذه. اللي وقع انه التشهير ببعض رجال الاعمال بالناس هذه اللي خدمت البلاد، اللي اعطت، اللي معناتها ناضلت في كل المجالات، اللي خلقت مصانع في العديد من الولايات، اللي ساهمت في الاقتصاد البلاد، اللي طورت من التصدير. يعني اليوم رجال الاعمال يمثلوا 80% من المداخيل من العمله الصعبه لتونس في 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 في, في الميزانيه نتاع تونس. اليوم الله غالب فما العديد من الحاجات اللي صارت اللي هي بصراحه معناتها ضرت الاقتصاد، ضرت سمعه رجال الاعمال، ضرت رجال الاعمال معناتها في اسمهم في اعمالهم. فما ناس اللي حتى كانت الرياضه تجم تقول اللي المفروض تعاونهم في علاقاتهم، ضرتهم لانه اسمه معروف يولي في الجريده في الصفحه الاولى في كذا، لانه هو معناتها سيبلي. احنا نمنوا اللي اليوم ما عادش فما اشكال، عند الاعلام حر يعطي ويقول اللي حبينا انه يوقع تحفظ انه من دام القضايا ولا اي حاجات في القضاء ما زالت ما صدرش فيه من القضاء كلمته، ما يخرجش في الاعلام وفي الجرايد، لكن ما يهمش. هل انه جاء وقت كان في وقت من الاوقات لطفي عبد الناظر ممنوع من السفر تحل المشكل هذايا مثلا؟ والله ما محلول الاشكال، لان كما قلت لك رفع السفر وقع التعليق نتاعو معناتها في القضايا اللي تعاملت الكل معناتها، والحمد لله معناتها فما قضاء قاعد ياخذ في مجراه. اليوم ثقتنا كبيره كما قلت لك في القضاء، لكن ضرر كبير معنوي ومادي وكذا، لان الناس كلها حتى هما بيدهم معناتها الساده القضاة ما هوش غلطتهم، لان جاتهم قضايا وشكايات من لجنه تقصي الحقائق اللي هي ما تمطش بالواقع وبالكذا. لكن بالنسبه لهم لابد انهم يشوفوا ويثبتوا ويعطيوا كل ذي حق حقه، واحنا ما عندناش اشكال
في تونس نخدموا في واحد رجل الاعمال من الحاجات الميزه رجل الاعمال لازم يتواجد معناتها المهنه نتاعو لازم يتواجد خارج تونس باش يجيب المارشيات، باش يطور التصدير، باش يصدر، باش يعطي للكذا. تمنعوا من السفر معناتها قتلتوا وحده. والضرر المتضرر مش رجل الاعمال برك، متضرر الاقتصاد التونسي، متضرر العمال اللي المؤسسه نتاعها مش قاعده تتطور، المشاريع الجديده اللي تنجم تصير، الاشكاليات اللي توقع. يعني اليوم تمنعوا من السفر معناتها ماهوش يظهر لي مش هارب، هو موجود في تونس. انا بيدي لما وقع منع السفر كنت موجود في الخارج وجيت لتونس، وعمري ما نهرب من واقعي ومن مواجهه اي شيء، لانه نمنوا اللي فما قانون في البلاد والقانون فوق الجميع. واليوم منع سفر يتنحى ولا يتزاد ولا يجي منع سفر اخر، ولا يتنحى منع سفر قديم ولا كذا، ما يقلقناش، لان هذه ولات حاجات عاديه جدا وما عندنا حتى حد يخجل منها. المهم انه الانسان لا ظلم حد ولا اعتدى على حد، ومعناتها متيقن انه عمل كان الباهي في بلاده، في مؤسساته، في مجهوداته اعطاه لبلاده كل ما يلزم. اذا كان معناتها بعض ناس ترى عكس هذا كذا، احنا ما عملناش السياسه لا قبل ولا اليوم ولا غدوه، الحمد لله يا ربي. ما تبعاد على المجال هذا. انا عمري ما اشتركت في التجمع ولا في كذا، كما العديد من الناس يقولوا والله هذوما جماعه المناشدين وانت شنو اسمك تراه في الجريده، والله ما عمري بعثت حتى رساله كذا. مش معنى هذا اني كذا، ولكن الحمد لله معناتها بالنسبه لنا نقولوا ديما العمل اللي نقوموا به رياضي بحت، اقتصادي، عندنا دور واجب علينا باش نطوروا وباش نخدموا وباش نكونوا في الجهات متواجدين وباش نعملوا انجازات ومشاريع من غير مزيتنا كرجال اعمال. لازم نقوموا بمسؤوليتنا، ولازم كل رجال الاعمال باش يقوموا بدورهم اليوم، وخاصه بعد الثوره لابد يكون عطاء 10 مرات قد اللي موجود قبل. لكن فما ناس تنظر اليوم لرجال الاعمال بنظره خايبه ولا بنظره كذا، فما ناس حبت تشوه صوره الاعمال وتمسح صوره رجل الاعمال وتمسح فيه كل شيء. هذا انا نعتقد انه من جمله النضالات لازم يناضلوا ويخدموا على ارواحهم. سي لطفي خلي لك ميساج في ثواني 10 ثواني 30 ثانيه، لان الوقت داهمنا وانتهت الحصه بسرعه معك. شكون اذا كان تحب تعدي ميساج لشكون تعديه؟ والله المساج نعديه للاحباء، لان معناتها بالنسبه لي الاحباء لابد يكونوا ملتفين وراء النادي نتاعهم. نحب نقول السي جمال العارم وسي منصف السلامي وسي شفيق الجرايه والسلاح الزحاف وكل الرؤساء القدم والمسيرين القدم، سي جمال المهيري، سي سي محمد علولو، سي عبد العزيز بن عبد الله اللي واقف بجنبنا وقاعد معناتها يعطي، هذوما قاعدين يقوموا بعمل كبير. نحبهم يكونوا ديما وراء جمعيتهم، نحبهم يكونوا معناتها يقدموا ديما العطاء للجمعيه. النادي الصفاقسي هو المستفيد من خبرتهم من وقوفهم وراء النادي. نحب الجماهير تكون وراء جمعيتها، ما تسمعش من الكلمات الكذا، تكون معناتها ديما قريبه. الله يجعل هذا العثرات اللي تنجم توقع في اي جمعيه ما يلزمش فيسع تاثر عليهم، ولا هم ولا الملاعبيه لا كذا. لابد ان نكونوا حاضرين ونوصلوا لاخر لحظه كما قلت اللاعبين. اخر مباراه لابد يكونوا طموحاتنا هو اللقب، ونخدموا على كل الالقاب. نحب زاد كلمه اخرى لسبونسور نتاعنا كيما سي عادل بوصرصار، كيما سي بسام لوكيل، كيما معناتها سي منصف السلامي، كيما العديد من الشركات البيات وغيرها من كذا. نحبهم يكونوا ديما معنا ومواصلين معنا الدعم نتاعهم المادي والادبي ويعطيونا للسبونسور. نحب نقول سوسيوس يلزمهم يزيدوا يقويوا العمل نتاعهم ويكونوا معناتها وراء ناديهم. سوسيوس مكسب للنادي يلزموا يعطي الدفع هذايا، وان شاء الله ربي يوفقنا. والملاعبين يلزمهم زاده يخلصوا جونتهم مع ربي كما يقولوها، ويعطيوا للنادي حقه. كل لاعب يبل مريوله ويعطي حق النادي في كل ما يتقاضاه، في كل ما ياخذ فيه، باش ربي يحلل له فيه. وربي يوفقنا وربي يوفق الجميع. شكرا لك السيد لطفي عبد الناظر، كلنا سعداء بالحصه هذه اللي كانت يعني مرت بسرعه الحقيقه، وكنا فتحنا ان شاء الله فتحنا كل الملفات اللي تهم محبه النادي
الصفاقسي. ان شاء الله كانت الصوره واضحه. نحب نحييك ونحيي كل احباء النادي الصفاقسي وكذلك المشرفين على السيت نتاع النادي الصفاقسي على التعاون كما خونا حسام بوصرصار اللي كان امن ربما المتابعه لاحباء النادي الصفاقسي. ان شاء الله بالتوفيق للسي اس اس سي لطفي، واكيد مطمنين على النادي الصفاقسي معك انت ومع الاخوين اللي يخدموا معك. نحب نحيي كذلك كل اللي اتصلوا بنا، ما نجمناش نعديوا لهم تليفوناتهم، كل اللي بعثوا زاد اللي اس ام اس نتاعهم، تحيه لهم الكل. ونحب نقول مبروك لكل من محمد زكار من المنسير، نور الدين الجديدي من المسعدين، كل واحد يربح 5 تذاكر في دخول مباراة تونس السيراليون غدوة. وحظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي. محمد زكار ونور الدين الجديدي هم اللي رابحين معنا التذاكر المهدية من الجامعة التونسية لكرة القدم. تحية لكامل الفريق اللي كان معنا هنا في برنامج جول. محمد مراد في الجانب التقني، فوزي الخميسي زميلنا مراسلنا في صفاقس اللي كان موجود كيف العادة بطريقته، أمين التركي وكامل الفريق مع تحياتنا. والحصة هذه ترجعون على الموقع نتاعنا www.jawrafm.net من خلال الصور نتاع زميلنا محمد فليس.